يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن 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 ديرجن، هنهرب من النهارده ونهرب من مكان، هنهرب من النهارده ونهرب من مكان. ذكريات اختلطت مع الأحلام، مع الأوهام، مع الحقائق. الفترة الأخيرة بقيت أحلم بكوابيس واصحى خايف مش عارف ليه. بقيت أحس إني محكوم عليا بالوحدة، متعلق في الهواء، لا قادر أمسك حاجة بإيديا ولا في أرض تحتي. أنا تحت وأنا بتكلم مع ناس، بس ما بتهداش وأنا بتكلم مع نفسي. تفتكر بقيت بتحبني اكتر من المزيكا؟ أيوه. مشكلتي كل يوم ازاي اضيع الوقت ومرر الساعات. الايام كلها زي بعضها، والساعات بتمر بطيئه ومتقطعه. مش ملاحظ انك ما بتتكتكش؟ يا عم بجد انت ظالمني، ورحمة ابويا انت ظالمني. طب تحاول انت تطلع الحاجات دي من جواك. طبيعي، هي الحاجات اللي بيطلع من القلب ما بيخرجش من القلب. طيب هل انت متقوقع على نفسك؟ بتتوقع يعني ايه؟ متقوقع يعني داخلك هو اهم ما يشغلك، عايش في شنقه. انا عايزك ايه؟ تشعبوا لي العمليه شويه يعني. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست شعبولي. السلسلة الأولى من البودكاست عبارة عن سلسلة بعنوان ليه يعني، بنتكلم فيها عن مخرجين ما تسلطش عليهم الضوء بشكل كافي، وبنناقش أعمالهم أكتر وبندرس تأثيرها علينا. أنا معتز السويسي، ومعايا صديقي الأول دان شرامي وصديقي التاني أسامة. أهلا بيكم. أهلا يا معتز. أهلا بكم أسامة وأهلا بكم جميعا، وأنا مبسوط إن بجدد اللقاء وأرجع معاكم تاني، فدي حاجة تفرح. أنا إحنا أكتر والله أكتر. يا رامي، بنتلقى للمرة الثالثة. حلقتنا النهاردة عن المخرج الفيلسوف داود عبد السيد، واحد من أهم المخرجين في السينما المصرية، ويعتبر أكتر مخرج مفضل لي أنا بالذات. أعماله كلها تقدر تصنفها إن هي تحف فنية، ومفيش فيلم فيهم شبه التاني، ولو إنهم كلهم بيدوروا في نفس العالم وتقدر تعتبرهم فيلم واحد طويل. أفلامه 9 أفلام روائية طويلة، بدايتهم الصعليق سنة 85 ونهايتهم قدرات غير عادية سنة 2015. لو جيت تحط لكل فيلم فيهم تصنيف، او لو جيت تحط للسينما داود عبد السيد تصنيف، يعتبر مش هتلاقي، لان كل فيلم منفرد بذاته اكتر. وتقدر تسميها مثلا، لو عايز تحط لها تسمية، تبقى سينما الهموم الشخصية. تمام. آه داود عبد السيد بيستخدم السينما كأداة للتعبير عن أفكاره ورؤيته للعالم. أفلامه بقى إيه بتتميز ما بين الجمع ما بين الواقعية والرمزية، وده بيسمح له يعني إن هو يقدم قصص هي تبان بسيطة لكنها مليانة معاني ودلالات أكبر وفلسفة خاصة، لذلك أنت تقدر تسميه فيلسوف السينما المصرية. بيحب يتناول في أعماله موضوعات زي البحث عن الهوية، الحرية، القمع، الواقع، والعجز، وكل دول بشكل أنت ما شفتوش قبل كده، يعني مش بشكل بسيط أو شكل تقليدي يعني. فهتلاقي مثلًا في فيلم الصعاليق اللي هو أول أفلامه، واحد من أجمل وأبرز الأعمال اللي ناقشت الانفتاح الاقتصادي في عصر السادات، عن طريق 2 أصدقاء تقدر تعتبرهم إن هم تشكيل عصابي. آآ يعني حتى من كتر التشرُّد أو العيشة اللي هي عيشة الشوارع زي ما بيقولوا. في واحد من المَرّة بيقول لهم أنتم صعاليق. واللي بيكون قال لهم اللفظ ده كان المخرج خيري بشارة، واحد برضك من المخرجين الواقعية الجديدة، اللي داوود عبد السيد يعتبر واحد منهم، ولو إنه اتأخر عنهم شوية لإن هو بدأ يعني هو اتخرّج سنة 69 وقت وقوع النكسة وبتاع، وده بيبان في أفلامه بعدين، يعني تأثير النكسة بيبان على المخرجين المرحلة دي،
وبالذات داوود عبد السيد. وفيلمه التاني البحث عن سيد مرزوق، واللي بيكون بعده طبعا الفيلم الاشهر ليه الكيت كات. وفيلمه يعني وقت صدور الفيلم، فيلم الكيت كات بيكون هو تاني فيلم، لكن في الواقع فيلم البحث عن سيد مرزوق هو اللي اتصور الاول، وبس نزل بعد او وقت صدور الفيلم كان بعد فيلم الكيت كات. انا اتكلمت عن فيلم الصعيق، وأسامة بعد هيتكلم عن البحث عن سيد مرزوق والكيت كات. المايك معاك يا أسامة، اتكلم. لا لا، انا خليني بعد الدنش، انا عايز اسمع الاول ارض الخوف والكلام عنه. خلاص هبدأ أنا بقى. طيب فيلم أرض الخوف سنة فيلم أرض الخوف إنتاج 1999. هو يعتبر من الأفلام والعلامات في تاريخ السينما بالنسبة لي. مش بس لأن هو الفيلم ده لأحمد زكي أو لداوود عبد السيد، لأ الفيلم نفسه فيه كذا بعد. ولو أنت شفت الفيلم البعد ده، كل واحد يشوفه البعد واحد بس، هيبقى بالنسبة له الفيلم ده عظيم. يعني مثلا ناخد مثال، لو شفته من الإنتاج إن هو فيلم سياسي، بيتكلم عن فترة النصرية أو أواخر عبد الناصر أو عصر الانفتاح للسادات والفساد في عصر مبارك، هيبقى الفيلم ده بالنسبة لك عظيم. لو شفته من ناحية إن هو أكشن وفيلم بوليسي، وإن هو ضابط وبيدخل في مشكلة مع رجال مخدرات والعصابات، فيبقى بالنسبة لك ده فيلم عظيم. لو شفته من ناحية الإسقاط الوجودي أو الفلسفي وصراع الإنسان مع الأديان أو مع الذات قصدي، من خلال نظرة الدين، فيبقى ده فيلم عظيم. فيمكن من الأسباب اللي بتخلّي إن الفيلم ده آآ صعب يتفهم في الأول خالص، أو يبقى كل واحد له نظرة مختلفة، أو في اللي هو شايف إن هو الغِل بيتحنِّك فيه أو بيعمل فيه إن هو مُبالغ فيه، بيشرحه بشكل مُبالغ، إن كل واحد بيفهمه بشكل آآ مختلف. فإحنا هنحاول نتكلم عن ال3 أبعاد دول واحد، واحد قبل ما نشرح الفيلم. البُعد الأول هو البُعد الأكشن أو بُعد البوليسي. ببساطة يحيى وهو ضابط قرروا إن هم إيه، يزرعوه في وسط تُجّار المخدرات في عملية هتستمر للأبد، عملية ما لهاش مدة محددة. خلال العملية دي هيبقى هو تاجر مخدرات، هيبقى مُعرّض للقتل أو للحبس، مش هيبقى له أي حماية، مش هيبقى له أي ذكر تاريخي في العملية اللي هو عملها، ولا هياخد أي ترقية ولا أي حاجة، هيفضل يعيش بقية حياته لحد ما بيموت تاجر مخدرات. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطمّنه من خلال العملية دي، إن هو الأمن أو اللي هو قابله قال له إن هنبقى عارفين ومتابعين في نفس الوقت، هنبقى عارفين إن أنت بتأدّي العمل ده، وهنبقى كاتبين لك ورقة فيها إن هو أي حاجة أنت تعملها، أنت حرفيًا بتعملها عشان القانون، وأي مكتسبات هي ملكك خلال المهمة. فهو هنا بيتطمن وخلاص وبيقتنع ويقول ماشي. ده البُعد السياسي، ده البُعد البوليسي قصدي. فمن اللحظة دي بقى هنبدأ ندخل فين، في البُعد الديني. ليه بقى؟ لإن هو في اللحظة دي قرر إن هو إيه، ياخد تفاحة حرفيًا وياكل جزء منها. فهنلاقي إن هو دي لحظة لقطمة التفاحة اللي فيها إسقاط على طرد آدم من الجنة. فمن اللحظة دي هو اتطرد من جنة البوليس أو من جنة الخير، فبقى على الأرض مع الشياطين ومع الشر. نزل خلاص لأرض إيه، أرض الخوف بنفسه. هنلاقي إن هو اللي أغواه لده، هو اللي ادّى له التفاحة اللي موجودة قدامه، اللي هو نَفْسه، لإن هو اللي أقنعه إن هو ارتكاب العنف والجرائم على غرار الطريقة الميكافيلية، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. فإن هو هيعمل كل الشر ده، هيبقى هو إيه، مُبرّر ليه. وآدم اقتنع، أو يحيى اقتنع عشان يبقى بعد كده اسمه آدم أبو دبورة. فهيبقى إيه، اقتنع ليه بقى؟ لإن هو من جوّاه، هو جزء جوّاه حَب الرغبات دي، حَب الشر ده. حتى هنلاقيه بعد كده هو هيقول أنا إن أنا حبيت الحاجات اللي أنا عملتها دي، لدرجة إن هو هيفقد في ال في في الفيلم لمّا نتكلم، لمّا نيجي لنُص الفيلم. هنلاقي إن هنا أول طريق الغواية إن هو وافق وخلاص، كده بقى هو إيه، بقى هو شخص مُجرم. هنلاقي إن بتمُر السنين وبيلاقي إن هو بيبعت في التقارير من خلال جوابات. فهنلاقي إن هو مرّة واحدة بيبدأ يلاقي اللي هو الشيطان ده، اللي هو هو بالعملية دي مات. فهنا هو بيروح يعزل، وهنا بيقلق، بيبدأ يقول هو مين اللي هيبقى ييجي بعده، وهل هيبقى مستمر في اللي هو عنده رغبة للعملية دي. فبيبدأ يشوف إن واحد ورا التاني من اللواءات والقيادات اللي هم
أقنعوه بالعملية دي واللي متابعين معاه كلّهم بيموتوا، وهنا بنشوف إن هي زي أكنها رسالة إن هو الحاجات اللي أغوتك وساعدتك في ارتكاب طريق الشر أو الغواية ليها مصير نهاية حتمي، إن هي ترحل عنك أو تموت أو تتخلى عنك، وهتبدأ تخسرهم وهتلاقي نفسك لوحدك، يعني مثلًا إيه، لمّا الشيطان يغوي الإنسان بيلاقي إن هو الإنسان وقت العقاب أو وقت الحساب هيلاقي إن هو الشيطان ده اتخلى عنه ما عرفكش، فهُم ماتوا، اللي هو أكش بقى خلاص، فلاقي إن هو مُجبر يكمّل، فهنلاقي إن هو إيه، بيبدأ إن هو يتعرّف على تُجار مخدرات، وهنا بنشوف إن هو إيه، إن هو الشخص عشان يبدأ يكوّن قبل ما يتعرّف على تُجار المخدرات لازم يبقى هو تاجر مخدرات أصلًا، فهنلاقي إيه، اتعرّف على واحدة في الكباري واللي هي أحلام الليل أو فتاة الليل مش متذكر الاسم أوي، بس هي كان اسمها حياة الليل آه. فهنلاقي بنشوف إن هو ده خلاص المصير بتاعه، هو بقى يتعرّف على حد من خلال الشخصية اللي فعلًا بيبقى هو إيه، المساعد بتاعها في الكباريه، لحد ما بيقرر إن هو يبقى جوزها وتتجوزه. فهنلاقي إن هو عشان يبدأ يعمل عملية توصّل له إن هو يبقى تاجر مخدرات، لازم إن هو يقبل يعمل إيه، يساعد واحد إن هو يخرّج ابنه من عربية الترحال إن هو إيه، ممسوك بمخدرات لازم يهرّبه. هنلاقي إن هو بيوافق يعمل العملية واصل الضد بتاعته اللي بتوافق في العملية دي، فمن لحد اللحظة دي القيادات الجديدة لسه بتتواصل معاه، كل ده في نهاية عصر عبد الناصر بداية عصر السادات خلاص، إحنا دلوقتي في عصر السادات، مرورًا إيه لعصر السادات، هنقول بعد حتة ما اتعرّف عليها في الكباريه تمام، هنلاقي إن هو عشان يبقى تاجر مخدرات قرر إن هو يعمل عملية لشخص إن هو إيه، يحرّر ابنه من السجن. فبيتواصل مع القيادات بتاعته واللي بيدعموه ويقدموا له وسيلة بيتفقوا معاه على الضابط اللي هيبقى مرتشي اللي هيوافق بيهرب ابن الراجل ده وبياخد مقابل العملية دي بضاعة بضاعة كفلوس بدل الفلوس يعني. فهنلاقي هنا إيه إن هو قرر بعدها إن هو لازم وعشان يعمل ده لازم يعمل عملية تسمع سوق في إيه في المجال بتاع تجار المخدرات كله إن هو ينتقم من واحد علم عليه وضربه بالنار قبل كده فبيقتله فبنشوف هنا إن الكادر بتاع الكاميرا بزاوية الجد نظرة الإله هتلاقي إن الكاميرا بتراقبه من فوق كأن في حد بيراقبه ومش عاجبه التصرفات بتاعته آدم ده بيعمله هنلاقي إن هو نفسه بيبدأ يعترف لنفسه بيقول وقد كانت عملية قتل المعلم من أحب الأعمال لقلبي هو حَب إن هو يقتله، يعني مش عمل ده عشان هو ضابط ولا عشان بيعمل خير، لأ ده عمل ده عشان جزء من جواه مبسوط بده، بالشر اللي هو عمله، مش إن هو بيعمله مضطر أو زعلان أو ندمان، لأ ده هو عايز يعمل ده، فلاقي بعدها خلاص هو كده بتمُر سنين، فده خلاص بدأ يبقى من تُجّار المخدرات وتُجّار السوق، هنلاقي إن إحنا هنا فين بقى، في وسط عصر السادات، فبنلاقي من خلال ده إن هو خلاص بقى ليه تجارة وبيلتقي مع المعلمين التانيين يعني، هنلاقي بعدها إيه، إن هو بيوصل لعصر مين؟ عصر مبارك، بس قبل عصر مبارك خلّينا نتكلم عن شخصية آدم أبو دبورة نفسه، إن هو أول حاجة يحصل له عملية من فقدان الذات، فكرة إن في لحظة كان بيقعد يبُص على إيديه كده عشان يشوف هو حقيقي والّا لأ، وفي لحظة تانية كان اللي هو الرسول بعد كده بيقول له إن الأحلام اختلطت بالواقع، لمّا اللي هو ما بقاش عارف أي حاجة، بدأ إن هو يبقى عنده صراع مع الذات، إن هو مش عارف هل هو يحيى والّا هو أبو دبورة، هل هو الضابط والّا هو المجرم القاتل اللي بيفسد ويدمر الشعب، أنهي واحد فيهم؟ هالاقي إن هو من بعد ما بدأ يكوّن أسرة لقينا إن هو خلاص بقى مش عارف يكوّن أسرة أصلًا يعني الولد ده هيبقى ابنه هو والّا ابن تاجر المخدرات، ابن الضابط والّا ابن تاجر المخدرات، فبيقرر هنا إن هو مش عايز يكوّن أسرة أساسًا، حتى حياة الليل اللي اتجوزها هو ما خلّفش منها وطلّقها بعد كده، فهنلاقي إن كل الحاجات دي عقابًا ليه على إن هو إيه، بدأ رحلة بعيدة لمّا نزل من الجنة بتاعة ما هو كان ضابط ووظيفة قانونية كويسة ومحترمة، فلقينا إن هو خلاص مجرد ما نزل الأرض خلاص بدأ يفقد ذاته، بدأ يفقد كل شيء، فنتيجة الفقدان ده عايش في حيرة بقى مش عايش بقى خايف طول الوقت، حتى وهو وسط رجالته، فهنلاقي بعدها إن هو إيه، بيوصل للمعلمين الكبار دول اللي بيجتمعوا
هالاقي إيه، إن دول بيجتمعوا فين، عشان ييجي لهم واحد بس هو مش تاجر مخدرات ولا واحد جاي من تحت الأرض، لأ ده شخص جاي ببدلة وجاي يقنعهم بنوع جديد يبدأ ينزل السوق. وهنا إحنا بنتكلم في عصر موبايل، مين الشخص ده؟ هنلاقي إن هو ما اتوضّحش، بس هو جاي من البهوات اللي فوق، اللي إحنا مش محتاجين نلف وندور، وده أكيد مقصودة سياسيًا من النظام نفسه، اللي بيتعاون تجار المخدرات وده بنشوفه كتير، بيتعاون معاهم بإن هو يسهّل لهم عمليات، حتى شُفنا ده بالمعلّق اللي أبو دبورة راح معاه الحتة ولقاه بيسل بي بي البوكس حرفيًا البوليس بييجي يهجم على الحتة بتاعته وياخد رجالة من عنده، اللي هو بيقول له أنا باصطاد وهُم كمان لازم يصطادوا، لازم كل واحد يروّح مقبوض وقاضي، يعني أنا باسلّمهم شوية رجالة مقابل إن أنا بيسهّلوا لي عمليات تسهيل للبيع وللشرا وإن أنا إيه، أعدّي بالباقي أمان، يعني حرفيًا يعني إيه، خُد سمكة وأنا آخُد إيه، بقية السمك، فيبقى الاسم إن هُم قبضوا على ناس وعملوا القانون والاسم إن أنا كمان بابيع وباتاجر عادي. فهالاقي إن الشخص ده هو يتمثّل في النظام أو الحكومة، اللي بيتّاجر من خلاله هو بشكل غير مباشر، عشان ما تبقاش هي إيه، في الوِش، لكن هم معروفين إن هو جاي من بهوته اللي فوق الكبار، فبيقترح عليهم نوع جديد من المخدرات، لا هو حشيش ولا أفيون ولا أي حاجة، نوع هو أخطر وأشد فتكًا وإدمانًا وأرخص كمان، ألا وهو البودرة. فهالاقي إن أنا المعلم ده لإن هو ابن بلد لإن هو حرفيًا بدأها من إن هو مجرّد صبي بيوزّع مجرّد طفل بيوزّع بيحط حتّة الحشيشة في رغيف عيش، فبيقعد يحكي له قصته وبيقول له: "أنت هبطت علينا زي الباراشوت كده، الباراشوت هبطت علينا اللي هو أنت جاي من فوق أوي." كناية إن هو فعلًا من النظام نفسه، فأنت جاي تعرض علينا الحاجات دي، فلأ، أنا هارفض ده، لإن الحاجات دي هتضر الشباب وهتضر الناس بتوعي وهتضر الشعب ده، إن دي بودرة دي مش مجرّد حاجة بتعدل الدماغ، ده إدمان حرفيًا. ده هيدمّر أكتر من البودرة هتدمّر أكتر من الحشيش أو من أي نوع، عشان كده بيرفض. لكن في معلمين تانيين بيطمعوا في السعر الأكتر، لكن كان بيبُص مين اللي جنبه، أبو دبورة بيبُص له باحتقار، حتى هنلاقي المعلم بعد كده بيقول له: "أنا كنت شايف في عينك إن أنت بتحتقره، أنا كمان ما كنتش باحبه، لكن أنا كنت باعمل له اعتبار، لكن أنت ما عملتلوش اعتبار." هنلاقي إن هو شخصية يحيى أبو دبورة بقت تحتقر الشر، وهنلاقي إن بعد كده هي هتحتقر الضباط كمان، ليه؟ هنلاقي إن الشخص ده بدأ يلاحظ إن هو يا جماعة ما فيش حد بيتواصل معايا، ما حدش هو أنا بابعت الجوابات دي لنفسي، فبيقرر إن هو يطلب كذا مرّة إن هو يلاقي وسيلة يتواصل بيها معاهم، يقترح إن هم يعملوا عنوان في الجورنال، رقم تليفون معين، إعلان وظيفة معين عشان هو يرن يكلمه، هنلاقي فين بيتصل بيه واحد بيظهر الإعلان فعلًا في الجورنال، بيتصل على الرقم يلاقي مين، صوت واحد خايف مش عايز يتقابل أصلًا، لكنه واللي هو هنلاقي إن هو اسمه موسى، تمام، هنلاقي إن الشخص ده أول ما بيقابله بيبدأ إن هو ينزاح من عليه الهَم بتاعه ويقعد يحكي له، يقول له نلاقي أبو دبورة بيقول له: "الأحلام بتاعتي اختلطت بالواقع، أنا ما بقيتش عارف أنا مين." فبدأ يحكي له كل شيء، والتاني خايف باين أوي إن هو متوتر إن هو مش متعود على كل الحاجات دي، وبيوضح له بيقول له: "أنا مجرد رسول مش حاجة تانية." فحاليًا ده بتتكرر اللقاءات لكننا بنكتشف إن هو عايز يعرف مين الشخص ده أو يعرف هل الكلام بيوصل له والّا لأ، فبيقول له: "أنا أصارحك بكل شيء." وبيعترف له إن هو مجرد شخص شغال في البوسطة، شغلته من وإلى، يوصّل الجوابات من عنوان لعنوان، لكن بعد فترة الجوابات كانت بتتبعت فعلًا لمكتب، لكن المكتب ده اتقفل، فالجوابات بقى يتم إن هي تسترجع تاني، وبدأت كل شوية يتم استرجاعها، يتم اللي هي بقت مرتجعة تاني، لحد فين وفين هو قرر يفتح إيه، لحد ما هو قرر يفتح جواب من الجوابات دي، فبدأ يفتح واحد في التاني مش فاهم الرسايل إن هو مكتوب بشكل مش سهل برضه، مكتوب بشكل ممكن يكون غير مباشر، فراح قرر إيه، قرر إن هو إيه، لمّا لقى إن في شخص بيلح كل شوية إن هو يقابله، فراح إيه، قرر إن هو يعمل الإعلان واللي هو كان مفكّر إن ده إيه، ده دول الضباط، القيادة اللي عملت كده، لكن هو الحقيقة الموسى ده من نَفْسه الراجل البوسطجي ده من نَفْسه، وراح قابله، فهنا بنشوف إن إحنا بدبورة بينهار، بيكتشف إن هو كل السنين دي، كل اللي بيعمله ده على الفاضي، هو بيتكلم حرفيًا كأنه بيتكلم باب السما وباب السما مقفول، بيكلم الهوا، ما حدش فيهم مهتم يسمعه أصلًا، بل إن هم صرفوا نظر عن المهمة دي، ريحوا دماغهم.
هنا هنشوف إن هو بينفعل عليه لدرجة إن هو هيقتله، لكن هو بيطلب منه إن هو يقتل ضابط معين. الضابط ده اللي هو اسمه عماد على ما أتذكر، الضابط ده كان بيكره أبو دبورة من هو وقت ما هو كان ضابط أصلًا، فعليه إن هو بيقول له روح له واحكِ له كل حاجة، فبيحكي له، هنلاقي بعد كده إن بيحصل عملية اغتيال بيروح فيها كل المعلمين ما عدا يحيى أبو دبورة والمعلم التاني، اللي كان معاه قبل كده، واللي هو كان رافض عملية تجارة الأفيون أو البودرة قصدي. هنلاقي بعدها إيه، إن هو بيقرر يعمل إيه، يقتل الشخص المتمثل في النظام ده، يقتله. هنلاقي إن من هنا بقى دي كانت إيه، ال ال القشة اللي قسمت ضهر البعير حرفيًا ليحيى أبو دبورة، قضت عليه مش بس كتاجر مخدرات، لأ كضابط كمان، لإن اللي قتله ده تبع النظام. يحيى أبو دبور ما كانش عارف ده، كان مفكر إن هو إيه، أبيض وأسود، ما فيش رماد، اللي هو إيه، كويس وبيعمل كل حاجة قانوني، يبقى الشخص ده تبع رجال أعمال مش تبع النظام أصلًا، مجرد واحد غني ولابس بدلة. فهنلاقي إن هو المعلم كان عارف ده، فبيقول له إن هم الطعم بتاعهم إن أنت حرفيًا بقيت مغضوب عليك لازم تموت، اللي هو هم رموا لنا طعم إن أنت بتشتغل معاهم، ودي كدبة خايبة، إحنا عارفين إن هي كدب، أنت مش شغال معاهم، بس مضطرين نصدقها عشان إحنا نعيش، اللي هو لازم نضحي بيك، فتجار المخدرات لازم يضحوا بأبو دبور. ومن الناحية التانية الضابط اللي أبو دبور ورّى له الجواب اللي مكتوب فيه بخط اللي هو مختوم إن هو ده شغال معاهم يا جماعة، رفض يصدقه. هنلاقي إن هو المعلم قرر إن هو يحيى أبو دبورة ده لازم إن هو يتم الخلاص منه، والضابط من الناحية التانية عايز يخلص منه، لكن المعلم قرر إن هو مش عايز يقتله، قال له: "أنا مش هاقتلك، أنا هاسيبك." وده لإن هو حابه زي ابنه، إن هو ما خلفش، لكن هو كان المعلم ده كان شايف إن هو إيه، مؤمن إن هو من قتل يُقتل، وإن هو جنته في الأرض بس، لإن هو يموت هيبقى في النار على طول، لإن هو بيعمله، لكن كان على عكس يحيى أبو دبورة لا متصالح مع إن هو تاجر مخدرات، ولا مع إن هو ضابط. حتى كانت نصيحة الضابط ليه إن هو يعني اهرب، اللي هو أنت سافر برّه، كانت نفس نصيحة المعلم، يعني الاتنين بيقولوا له أنت اهرب برّه، لكن هو مش عايز يعمل ده، عايز يلاقي نفسه ويلاقي الذات بتاعته، وهنا دي الفلسفة الوجودية، إن هو مش عارف هو مين ولا هو إيه الهدف بتاعه. فهتلاقي إن الفيلم هنا بينتهي بإن هو عايش في أرض الخوف، هو جزء جواه لسه مقتنع إن هو هييجي وقت وهيبقى ضابط من تاني، والجزء التاني عايش إن هو مستخبي في حماية المعلم من أي خطر من تجار المخدرات الباقيين. حياة مقرقة وبتسبب أزمة وجودية، لكن هي دي الأرض، هي دي أرض الحياة اللي إحنا بنعيشها، ما فيهاش راحة. فهنلاقي إن هنا الفيلم بيتكلم من النقطة دي على الوجودية نفسها، إن هو الإنسان بيعاني، بيعاني في كل شيء، بيعاني في الأزمات بتاعته، وبسبب ده فهو لازم إن هو يحاول يلاقي نفسه. يمكن يحيى أبو دبورة رفض إن هو يهرب في أرض تانية، لإن هو كان المشكلة مش في إن هو يروح مكان، المشكلة إن هو مش هيعرف يهرب من نفسه، لإن هو مش لاقي نفسه أصلًا. أي مكان كان هيروح هيفضل في أرض الخوف بتاعته اللي هي مزروعة جواه، هيبقى في نفس الأزمات بتاعته، لإن هو لمّا كان ضابط وبدأ يبقى تاجر مخدرات، كان معاه رجال، كان معاه ناس بتحميه، كان خايف برضه، كان قلقان. ولمّا بقى من غير حماية، من غير ضغط، برضه فضل خايف وقلقان. لمّا اتجوّز وخلّف، بقى من غير أمن برضه جوّاه، بقى خايف. لمّا حَب البنت اللي هي بيلاقي إن هي بترمز للطبيعة، إن هو لمّا راح ولقى إن هي فنانة وبابها مفتوح دايمًا في أول الفيلم، هالاقي إن هو برضه كان قلقان كان متطمن معاها، لدرجة إن هو نام وهو مستنيها تخلّص الرسمة اللي هي بتعملها. هالاقي إن هو هيفضل قلقان طول الوقت، وإن ده مصيره، ده المصير بتاعه، إن هو اللي حَط نَفْسه في الأزمة دي. فبس يعني دي وجهة نظري وتحليلي للفيلم. القلق الوجودي وأزمة الهوية في فيلم أرض الخوف. تحليل ممتاز يا رامي الصراحة يعني، وأنا متفق معاك في جزء كبير جدا من اللي اتقال عن الفيلم، إن هو يعني بصمة في السينما المصرية، ويعني يقال إن هو مقتبس عن فيلم لألباتشينو اسمه دوني براسكو، بس طبعا يعني الاقتباس ملوش علاقة تماما برؤية داوود عبد السيد
إنه حتى يعني هو لا، 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 كمخرج. اختلاف خالص في كل شيء. بالظبط، يعني هي قصة دوني براسكو، هو عميل في الاف بي اي، عايز يخش جوه عصابات نيويورك عشان يستكشف عالمهم وكده، لكن بتتحول بقى تحول غير أرض الخوف. في ربما لمحات بسيطة من الاتنين، بس أرض الخوف فيلم كفلسفة وكرؤية يتفوق يعني من وجهة نظري المتواضعة. آه، يعني فيلم ارض أشكرك على الخوف التحليل. بالنسبه لك يا رامي هو الاحسن لداود عبد السيد؟ بالنسبة لي هو من أفلامي المفضلة، ومن أفلامي المفضلة ثانية ليه اللي بتأثر فيا ذاتيا من حيث المشاعر، فيلم رسائل البحر. ولو في فيلم بحب مثلا أقول أحس بيه بنوستالجيا الفن مثلا كغنى وكده، فأحب فيلم مواطن ومقبل وحرام. أنا بحب الثلاثية دي، بس أنا بالنسبة لي موسيقى أتذكر راجح داوود هو اللي كان عامل موسيقى أرض الخوف. هو رجع مشهد. داود عمل موسيقات دود عبد السيد آه كلها يعني. آه آه هو آه رفيقه هو في راجح رحلة داوود السينما كلها. بالظبط، الموسيقى بتاعت اه. الفيلم موال تاني. لأ، أنا بالنسبة لي الفيلم ده طبعًا الfavorite عندي. أنا أي أفلام فيها أزمات وجودية تلاقيني موجود ليا يعني. حتى في قناتي الشخصية باتكلم عن النوعية دي من الأفلام دايمًا. بس يمكن الأزمات الوجودية تجلت بشكل عميق جدا في البحث عن سيد مرزوق، تجلّت لأن في البحث عن سيد مرزوق ماشي، بس أنا باتكلم هنا من ناحية إن هو أنت بتتكلم عندك أحمد زكي من ناحية، عندك عبد الله غيث من ناحية، عندك بُص أنت عندك كوكبة كده من الممثلين اجتمعت في الفيلم ده. بالنسبة وده عشان يمكن أنا الفيلم اللي أثّر فيّا أكتر اللي أنا شُفته أول مرّة. فأول فيلم شُفته كان هو أرض الخوف. فهمت قصدي؟ فهيبقى بالنسبة لي هو عنده اه مكانة في قلبي تختلف، حتى لو في فيلم أعظم منّه هيبقى ده بالنسبة لي ده الأفضل. ليه؟ لإن هو أول مرّة أشوفه، أول فيلم أشوفه مثلًا إيه، للمُخرج، أو أول مرّة فيلم أشوفه بيناقش النوعية دي. فهمت قصدي؟ فاهمك، يعني هو بالنسبة لي برضو أول فيلم أشوفه لداود عبد السيد. وكنت ساعتها برضو منبهر، وفي أزمة وجودية عشت فيها كده. حتى كنت ساعتها بدرس، قررت إن تاني يوم أنا مش رايح المدرسة، أنا أو مش رايح الكلية بتاعتي يعني. أنا هقعد النهاردة أفكر في الفيلم ده بس، يعني إن قعدت أسمعه الفجرية وكده. كان برضو تجربة مميزة يعني. بس في لقاء لداود عبد السيد، المذيعة بتسأله عن سبب فشل البحث عن سيد مرزوق، فبيقول لها إن هو يعني غلطته إن هو أغرق في رمزية هذا الفيلم. ورغم ذلك الفيلم ده بالنسبة له هو كمخرج هو المفتاح لفهم وقراءة سينما داود عبد السيد في مجملها. فبعد الكلام ده قلت لأ، يعني أنا شفت البحث عن سيد مرزوق وما فهمتوش كفاية. لما رجعت شفته تاني اكتشفت إن في فعلا مفاتيح، يعني حاولت أجمعها ما قدرتش أجمعها كلها مهما قعدت أقرأ. لأن الفيلم برضو رمزياته كتير قوي، والتفسيرات بتاعته يعني ما فيش أكتر منها. إنه فعلا في اللي فسرها بمنظور فرويدي تطرق ليه، يعني لأن قصة الفيلم بتبدأ بإنه يوسف كمال بيصحى من النوم، وهي يعني بداية تقليدية كفيلم. بيصحى من النوم بيلاقي المنبه مرنش، وبعدين بيقول لها أنا إزاي المنبه مرنش، أنا رايح الشغل. وبعد ما يروح الشغل يكتشف إن النهاردة الجمعة أجازة. ويروح يقعد في الجنينة أو الحديقة شوية يعني. ودي لأول مرة في حياته من 20 سنة فاتوا يخرج بره إطار إنه من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، الحياة الروتينية التقليدية الرتيبة. آه، للموظف اللي مركون جنب الحيطة يعني. كان في الفيلم تصنيف للناس. كان اللي بيصنف التصنيف ده سيد مرزوق نفسه، واللي هو المفروض الاسم على اسمه يعني. بيقول إن الناس 4 درجات: في الأسياد، ودول اللي مسيطرين على كل حاجة. وفي المطاريد، ودول اللي مكتوب لهم يعيشوا حياتهم كلها في حالة من الهروب. وفي في الناس اللي هم نايمين بمعنى أصح، ما بيتحركوش، عايشين الحياة الروتينية. وفي المشاغبين اللي هم المفروض يبقوا في هذه الحالة الروتينية، ولكنهم تمردوا عنها. وهتبقى هنا الإشارة لبطل الفيلم نفسه، اللي هو عايش في حياته الروتينية والأول مرة في حياته بيتمرد عنها.
ولمّا بيخرج الحديقة كإنه لأول مرّة بيشوف الحياة من جديد بينبهر بيها. أنا بقى لي 20 سَنة ما طلعتش برّه باب البيت وشُفت الحديقة. فأنت بتتكلم من منظور واحد أصلًا يعني بيكتشف العالم من جديد. ثم يقابل شخص عنده مولود جديد، ما يعني الطفل ده عنده مشكلة صحية إن هو مولود عند 7 شهور ومحتاج حضانة، لكن تكاليف الحضانة عالية جدًا. آآ فيعني عطفًا من بطل الفيلم يوسف كمال إنه طب خُد 100 جنيه ويعني ممكن تساعدك يعني. فالراجل في أفكاره وهو بيفكّر بيقول طب ما أنا ممكن أعمل حضانة في البيت، ما هي الحضانة دي عبارة عن جهاز مُعقّم. آآ جهاز مُعقّم فيه درجة حرارة معيّنة ودرجة رطوبة معيّنة تحافظ فيها على الطفل. طب ما أنا هاعمل الجهاز ده، ورفض ياخد الفلوس التبرُّع دي من البطل عشان يجري مهرولًا يعمل الاختراع ده. وهو الراجل ده هيبقى ليه أهمية يعني بعدين في الأحداث، لإن اسمه أصلًا سليمان الحكيم، اسمه كده، وهو يعني رمز للمعرفة ورمز للحكمة، لكنها الحكمة المختبئة والمنغلقة. ل يعني من قراءتي للفيلم فهمت إنه ربما يشير إنه الطفل بتاعه ده هو بذرة فكرة أو معلومة أو حاجة، لكن الشخص بيحطها في حضانة يحضّن عليها وينغلق معاها خوفًا من الانتقاد وخوفًا من الهجوم. لإنه بعدين في الأحداث لمّا البطل بيهرب ويروح له وتبدأ الشرطة تهاجم البطل المتهم، بيبدأوا يكسّروا الحضانة بتاعته دي اللي هو عملها بنَفْسه وبمعرفته وبعلمه بوصفه سليمان الحكيم. فهنا برضه الفيلم بيقول لك إنه الحكمة مهمة بس لازم تبقى حكمة عضوية أو مشتبكة مع الناس مش منغلقة على ذاتها. طبعًا الاسم على سيد مرزوق، وده الشخصية بقى المهمة أوي في الفيلم، ودي لأول مرّة الفيلم بيتسمّى مش على اسم البطل، وإنما على اسم الشخصية التانية في الفيلم، واللي هو شخصية ساحرة والرسم بتاعها فيه نوع من الفانتازية أو السريالية. لإنه من بداية ما بيقابل الشخص ده وهو بيبدأ يدّي له معلومات وبعدين يكشف له إنها غلط. آآ فتكتشف إنه الراجل ده بيدخّله جوّه أوهام وبيطلّعه منها. اسمه نَفْسه سيد مرزوق، هو السيد والمرزوق، بمعنى إنه الشخص اللي ليه حظ كبير في الحياة إن هو معاه سُلطة ومعاه الرزق اللي هو المال والسُلطة اللي هي السيادة، فهو اسم على مسمى سيد ومرزوق. آآ هذا الشخص العجيب في تكوينه والذي ربما يمثّل الفساد. لإن من ضمن التفسيرات اللي برضه يعني اللي قريتها عن الفيلم، إنه مثلًا سيد مرزوق يمثّل الفساد، وشخصية منى اللي في أول الفيلم سيد مرزوق بيحكي له ويقول له إن دي اسمها الأميرة رضا وهي من نسل محمد علي. بعدين أنت صدّقتني؟ دي اسمها عبلة. فبيبدأ يتوّهه عن هذه الشخصية اللي نور الشريف اتعلّق بيها، اللي بيكتشف في النهاية إن اسمها منى، هي لا هي عبلة ولا هي نجوى آآ ولا هي رضا. والتسميات دي يعني ربما هي إشارة إنه حسب ما قرأت إن هي إشارة لمصر، هي رمزية عن شخصية مصر نفسها. إنه عبلة تعبير عن الهوية العربية، وبعدين لمّا بيشير إنها الأميرة رضا من نسل محمد علي اللي هي برضه تعبير عن فترة تاريخية في تاريخ مصر. ثم في النهاية تكتشف إنها منى اللي هو الهوية المتخبطة بين الهوية العربية وهوية مصر الحديثة اللي عملها محمد علي. يعني دي من ضمن التفسيرات يعني والقراءات عن الفيلم. برضه من ضمن الحاجات اللي خدت بالي منها إنه الفيلم ده يعني في رسمه وفي الشخصيات بتاعته ممكن تطبّقه على كل أفلام داوود عبد السيد يعني بدون استثناء. الشخصيات اللي فيه زي مثلًا أنت عندك يوسف وعندك المُقدِّم عمر وعندك سيد مرزوق. ال3 شخصيات لمّا بصّيت عليهم من بعيد كده قُلت في نفسي على طول إيه ده؟ مواطن ومُخبِر وحرامي. الشخص الفاسد والشخص الذي يمثّل
السلطة البوليسية والمواطن يعني المنزوي مع نفسه اللي بيبدأ يكتشف الحياة أو يتورط فيها ويكتشفها من جديد يعني. طيب هو الفيلم بيبدأ بإنه بيستيقظ من النوم، وبعدين الأحداث بتبدو وكأنها حلم أصلا. يعني هو آه، المفروض إن هو استيقاظ، لكنه المجريات الأحداث واللي بيحصل والتهمة اللي بيتاخد فيها في النهاية هي تبدو كحلم، وحلم دائري في سرديته. بمعنى إنه لما بيبدأ يقابل شخصيات الفيلم الرئيسية اللي هي العم، أولا سليمان الحكيم، ثم العم شابلن، ثم منى، ثم سيد مرزوق. وفي النهاية عندما يتهم بقتل عم شابلن الأصلي اللي في الأساس سيد مرزوق هو اللي خبطه بالعربية، فبيبدأ في رحلة هروبه من هذه التهمة وخروجه عن الإطار ورفضه للسجن. ودي التيمة برضه موجودة في سينما داود عبد السيد، فكرة الخروج عن القيود، آه، سواء قيود اجتماعية أو قيود بدنية. دي طبعا ظهرت في مثلا في القيود الاجتماعية البدنية، أقصد زي العجز بتاع مثلا الشيخ حسني في الكيت كات، العجز البصري، أو نوع من العجز مثلا عند يحيى في فيلم رسائل البحر، اللي هو تهتهته في الكلام. هذه القيود اللي بيخرج منها أبطالها. آه، هنا برضو التيمة الرئيسية برضو يوسف بيخرج من القيد والملاحقة، وبيقرر إن هو خلاص يعني كفاية قيود، فيبدأ يهرب تدريجيا زي ما قلنا في سرد دائري. وكما قابل هذه الشخصيات بالترتيب في البداية، هيقابلهم برضو بنفس الترتيب في نهاية الفيلم. فهيبدأ يقابل من البداية سليمان الحكيم مرة أخرى، ثم هيقابل عم شابلن بنفس الترتيب، ثم منى، ثم في النهاية سيد مرزوق. فهذا السرد الدائري واللي ملوش ترتيب محدد. يعني هنا في رحلة بطل آه، بيمر بأحداث عجائبية، ولكن رحلة البطل هذه مش رحلة البطل كما مثلا وصفها جوزيف كامبل في البطل بألف وجه، وإنما هي آه، ملهاش ترتيب زمني. عشان كده لما في بداية الحلقة قلت احنا مش عايزين ترتيب زمني. هو ما اهتمش قوي بفكرة السرد الزمني المتواصل ده آه، للفيلم. برضو شخصية سيد مرزوق شفتها في فيلم أرض الأحلام، في شخصية يحيى الفخراني في أرض الأحلام. حسيت إن أنت يعني هذه الشخصية العجائبية اللي بتقود شخص ما في يوم من حياته خاطف كده لرحلة عجائبية تقوده من هذه الحياة الرتيبة اللي هو قاعد في بيته، لأنه بيتنقل في شوارع المدينة. برضو دي كان يعني من ضمن الحاجات اللي كانت مفتاح للأفلام اللي بعد كده لداود عبد السيد. من التفسيرات برضو اللي شفتها ذكرت عم الفيلم. شابلن، بمناسبة عم شابلن تقدر اه يعني تعرف لنا عم شابلن هو ليه ظهر في البحث عن سيد مرزوق، او ليه ظهر برضك في هو سمع ممكن ليه هس؟ ظهر دي على حسب يعني الرمزية اللي بيرمز لها. هو طب في هنا مثلا سيد بيرمز مرزوق يعني كان ليه دور آه، شخصية الشخص المهمش في شوارع القاهرة. وانت عندك اتنين شابلن في معلش يا الفيلم رجالة، بتاع سيد معلش يا مرزوق، عاصمة، مش شابلن بس واحد. ثانية واحدة. قلنا عم شابلن، في اتنين شابلن في سيد مرزوق. شابلن اللي هو اللي بيقابله في البداية، وفي بقى عم عبد الله شابلن الأصلي اللي هو على حسب قول شابلن نفسه إن هو شارل شابلن الأمريكي هو اللي بيقلد الشابلن المصري بتاعنا، واللي في أحداث الفيلم بيموت في حادثة على إيد سيد مرزوق. وربما يعني هي إشارة إنه شابلن يمثل الفن المهمش اللي بدأ يعني على مشارف الانقراض، وسيد مرزوق كتعبيرا عن الفساد وعن البرجوازية اللي قتلت هذا الفن. يمكن كان دوره في سامع هص مختلف شوية ومالوش هذه الرمزية اللي تفهم على كذا باب يعني. بس فدي يعني النقطة اللي ممكن التشابه. هو الاتنين ظهروا في وقت واحد. وعلى فكرة يعني آه، ربما داود عبد السيد كان ليه علاقة بماهر عواد أو شخصية شابلن، مش متأكد.
بس مثلا انا حسيت في سارق الفرح اللمسه الميوزيكال دي آه، كانت يعني ظاهره بخفوت في سارق الفرح. ولما اتكلمنا في ماهر عواد وقلنا انه خيري بشارة اتأثر بسمع هوس وعمل فيلم ميوزيكال هو ايس كريم في جليم، وبعد كده محمد خان عمل مستر كاراتيه، وهو برضو بعدها تقريبا بسنة بعد مستر كاراتيه بسنة جه فيلم سارق الفرح. فربما برضو هو تأثر بفكرة الفيلم اللي فيه نوع من الغناء او كده يعني. وهنرجع لسارق الفرح طبعا لانه برضو من الافلام الجميلة واللي فيها رؤية يعني. هو متاخد من قصة قصيرة لخيري شلبي، قصة حوالي 19 20 صفحة، لكن عمل لنا صوتك عمل فيلم اختفى. ساعتين وربع عبارة عن جمال خالص. وطبعا لازم نتكلم. سامعني كده؟ اه، قول تاني. كنت بتكلم عن سارق الفرح. بقول ان اللمحة الميوزيكال اللي فيه دي ربما تأثرت برضو ب... ب... يعني كان ممكن تبقى موجة افلام ميوزيكال اللي هي ما بعد سمع هوس. احنا شفنا ايس كريم في جليم ومستر كاراتيه، وبعدهم سارق الفرح فيه يعني بعض الغناء ما هوش يعني ميوزيكال صرف، بس في اللمحة دي، اللمحة الغنائية. وطبعا ما ننساش لما كنت بتكلمني عن دور حسن حسني في سرق الفرح، وقلت لي انه في نوع من العلاقة بين سرق الفرح وليا بنفسج وعفاريت الاسفلت. اه، حاسس ان الدور واحد، بس كل يعني هو عمل نفس الدور، تحس ان هو نفس الدور بس ايه، على 3 افلام مختلفة، بس كل واحد فيهم بشكل غير التاني خالص. يعني حتى في تشابه كده هو ما بين عفاريت الاسفلت لما كان حسن حسني بيدعي في الاخر مش متذكر اسمه، بس الراجل اللي هو كان بيحلق له كان عم عيد تقريبا، اسمه عم عيد. اه. الراجل ده لما توفى وهو بيحلق له قعد يدعي له. في فيلم عليه بنفسك برضك اللي لسه هنتكلم عنه في حلقة قدام، كان بيدعي برضك لشخص متوفى، انا اه. مش فاكر هو مين، بس كان بيدعي برضك ودعائه يعني ايه. الشخص لما بيدعي، انا لما بسمع الدعاء كل واحد بيدعي بطريقته هو، فاهمني؟ يعني بحب قوي اه. ان كل واحد بيدعي بطريقة خاصة بيه، ما بيكونش بنفس الطريقة اللي كل الناس بتدعي بيها، او إيه، لو الامام مثلا بيصلي بالناس فبيدعي بطريقة فكلهم يقولوا امين، لا، كل واحد يدعي بشكل خاص بيه هو، فاهمني؟ فالدعاء بتاعه من يعني من ايه، تقدر تقول من اغرب واجمل الادعيه اللي ممكن تسمعها. سرق الفرح برضو كان دوره لذيذ يعني. اه، كان دوره لذيذ جدا، بس بكلمك في ومشهد الفكره دي اللي الموت هو في بتاعه في تشابه سرق ما بين الفرح الثلاث افلام. يعني انت مش عارف تضحك ولا تزعل. مش عارف تضحك ولا تزعل في موت حسن حسني في سرق الفرح. مم. نهايه نهايته كان مأساوية جدا، بس هي فعلا تبقى مش عارف تضحك ولا تفرح نهاية أسطورية كده. اسطوريه. اه. ان هو هذا الرجل اللي يعني بيبحث عن الخلاص والتحرر، ولما بيجد ضالته في الجمال. هو راجل محب للجمال وراجل مراقب للحياة بالمنظار المكبر ده، اللي بعدين بتنتشر إشاعة ان هو بيجيب النسوان عريانين يعني. آه، آه، ودور برضو المراقب، الشخص اللي بيراقب الناس دي، يعني هي موجودة في سينما داود عبد السيد. بس دور يعني عم ركبة بالذات دور دور فظيع. والنهاية أفظع يعني. أنا ضحكت ضحكة كده ما قدرتش أكتمها، وبعدين يعني زعلت على موت هذا الرجل، إن هو كان أجمل دور في الفيلم كله بالنسبة لي. ضحكت الصراحه لما كان في خناقه الخناقه اللي هي ما بين ماجد المصري واللي هو راح يتقدم لحبيبته، لما كان نزل عمال يضرب فيه قدام بيته وامه عايزه تطلع وهتتضرب، فحسن حسني عمال يقول لها يا وليه يا عجل اخش جوه. يا ولا أنت ما بتشوفيش لا تقتلي ابنك بدل الواحد. ايوه. سيبي السكينة لا تغز ابنك بدل الواحد عوض. دي اكتر حته ضحكتني في الفيلم. لا هو فيلم يعني دمه خفيف
وبرضه داوود عبد السيد هو ليه اقتباسين من الادب يعتبر هو المصري. هو يعتبر ده اول فيلم انت كنا بنتكلم قبل كده انا وانت عن افلام العشوائيات ده اول فيلم ولا لا؟ اول فيلم يعني تقدر من حيث ايه؟ بيتكلم عن العشوائيات او بيدور في عالم العشوائيات في مصر انت بالذات. انت انت العشوائيات يعني هو جابها في الكيت كات وجابها في سارق الفرح. مم. طب بس في يعني وعفاريت هل هو الاسفلت؟ اول فيلم برضه؟ لا، صعبة تقول ان هو اول فيلم. اه، وعفاريت الاسفلت نفس الكلام، وليا بنفسك برضو. وايه تاني يا ربي؟ بس فيلم هذا العالم من الرأفت. المهمشين على جبل المقطم. اه، كمل كمل. فيلم للحب قصة أخيرة برضك لرأفت تلميذ، نفس النظام ده. اه، كمل. في جزيرة الوراق، أيوه افتكرت. اللي هي احداث الحب قصة أخيرة. أيوه. كان سارق الفرح كان على جبل المقطم. مم. الكيت كات كان في منطقة الكيت كات مش محتاجة كلام يعني. في منطقة الكيت كات. مم. أكمل. آه، أسماء الشخصيات في برضه أفلام، يعني في سينما دعاء عبد السيد بتلاقي ليها دايما يعني تلميح أو رمزية. وخاصة مثلا أسماء الستات، يعني الشخصيات النسائية في الأفلام بتاعته. يعني هتلاقي مثلا حياة وأحلام ومنى، كلها أسماء كده شاعرية. فريدة برضك، يعني هي شخصية فريدة فعلا في ذاتها أو يعني هي ممكن يكون هو شاف ستات كتير وهو كان شغال في كباريه على البطل يحيى في فيلم أرض اه، الخوف. هو كان شغال في كباريه يعني قدامه ستات إلى بعدد شعر راسه يعني، إلى ما لا نهاية. ففريدة هي فريدة في الاسم وفريدة في الوصف وفريدة في كل حاجة، فاهمني؟ أنت معاك حق في الحتة دي. بالظبط. هي أسماء شخصياته، أنت عارف اللي هو إيه، في السينما عندنا في حتة اللي هو الاسم اللي بيعبر عن الشخصية دي، اللي هو مثلا لما شخص يكون اسمه عبد القوي فتلاقيه شخص متجبر ولا فاللي بالظبط. هي يعني داود عبد السيد بيستعملها كتير، يعني برضو سليمان الحكيم تعبيرا عن العلم والمعرفة. أحلام في فيلم سارق الفرح هي تعبير برضو عنها، هي منير الأحلام رسمي. فعلا بتاعت الشخص. جنة الشياطين منير رسمي. منير بس يعني حاجة لاحظتها كده إنه أفلام في أفلام دودو عبد السيد الشخصيات النسائية هي كلها لها اسم مفرد، يعني مش هتلاقيه اسمها واسم أبوها هو اسم واحد بس، حياة، منى، زي كده. لكن تلاقي دايما أسماء الشخصيات الرجالية في الفيلم: يحيى المنقبادي، يوسف كمال، عمر سيد الأطيب. مرزوق. اه، هتلاقي دايما بمناسبة عمر الشخصيات لها. الأسيوطي، في شخص اسمه كريم الجندي، عامل ثلاثية يعني عن ثلاثية داود عبد السيد، أرض الخوف ورسائل البحر وقدرات غير عادية. الثلاثية دي كان من الحاجات الجميلة اللي اتفرجت عليها وأنا واحنا ببحث عن داود عبد السيد عشان الحلقة دي. ده غير طبعا اللي هي الحلقتين هو بتوع. قناته جميلة. انت تعرفه؟ اه، اه. مم. آه، كنت عايز اقول نقطة في بداية الحلقة، يعني لما بتقول انه داود عبد السيد يعني مخرج مثلا اتظلم او كده. انا مش شايف انه مخرج اتظلم، هو ممكن ليه افلام ما اتشافتش كويس، بس هو يعني ما ليه هي دي حظ الفكرة، وافر أنا ما من. قلتش إن هو اتظلم، أنا بقول الأفلام بتاعته كلها ما تسلطش عليها الضوء، مش غير الكيت كات بس. لا، هو يعني مؤخرا اخر مثلا 5 6 سنين فيلم زي ارض الخوف هو من الافلام اللي اعيد اكتشافها واعاد تقييمها وبقى لها شعبية كبيرة جدا، يعني في اوساط محبي السينما. ورسائل البحر برضك لسه الناس مش مقدراه كويس. قدرات غير عادية والبحث عن زاد مرزوق وسارق الفرح والصعاليق. بس اقول ما لك شفتش اقول لك حد على بيتكلم عن مثال الصراحة. ان داود عبد السيد، يعني هو يعني ليه يعني تقييم النقد بتاعه
انه هو مثلا في خلال 10 سنين في 3 كتب معموله عنه من ناس، يعني من ناس كبيره يعني. انت عندك كتاب مم. احمد شوقي محاورات داود عبد السيد، وعندك مم. كتاب الكتاب ده بالمناسبة قريت منه شوية. ما لو معاك PDF يا ريت تبعتهولي. لا أنا قريته على أبجد لما كان معايا الاشتراك وخلص. اه وكان في كتاب بتاع محمود عبد الشكور برضو اللي هو سيرة حياة داود عبد السيد. طب دول 2 نقاد. عندك بقى كتاب برضو اللي انت ذكرت اسمه في بداية الحلقة، اللي هو داود عبد السيد سينما الهموم الشخصية للشاعر الروائي علاء خالد. يمكن ده يمكن اكتر، يعني اكتر واحد فيهم مثير للاهتمام، لانها قراءة من خارج نطاق النقد السينمائي. هو يعني راجل روائي وراجل أديب، آه، جاي يقول رأيه وجاي يقول ليه وجهة نظر في السينما دول عبد السيد، وجهة نظر يعني عميقة ومتعمقة في سينما هذا الرجل. فتلاقيه بيتكلم عن رحلة الفرد في سينما دول عبد السيد، أو فكرة الذنب اللي هو شفناه في مثلا في فيلم زي الصعاليك، اللي هي الذنب المرتبط بالعلاقات الخارجة دي، أو ممكن حتى العلاقات دي تكون نوع من التطهير. يعني في رسائل البحر العلاقة اللي بتعملها الفنانة بسمة، كان اسمها ايه في الفيلم؟ مش متذكر أوي. المهم يعني كان اسمها حياة تقريبا، او مش متذكر. لا العلاقة لا مش بتعملها حياة. مع يحيى هي برضو. نعم. استنى هسيرش على اسمها عشان مش فاكر. ما علينا، يعني هي نوع من التطهر الذاتي. يعني هي مش شايفة ان ده ذنب. لكن انت عندك مثلا في سرق الفرح اسمها لما نورة، اسمها نورة يا لما اسطى. اسمها نورة. مم. لما الفنانة لوسي بترقص للخواجات عشان تدي 100 جنيه لعوض عشان يتجوزها، فبتعترف بذنبها ده وهو بيغفر لها في النهاية. فكرة انه يعني انه الذنوب اللي هي قابلة للغفران، او حتى العلاقة اللي هي بانت انها عابرة جدا ولم يكن لها تأثير في الأحداث بعدين، اللي هي علاقة صعليك محمود عبد العزيز ويسرى في الفيلم، اللي هي زوجة صاحبه في الفيلم. فمفهوم الذنب برضه سواء ذنب اجتماعي او او ذنب شخصي عامة، او ذنب ديني، برضه في الكتاب بيتكلم عن مفهوم الراوي في سينما داود عبد السيد. لان انت بتشوف مثلا احمد زكي في ارض الخوف وهو بيروي الاحداث. بتشوف في مواطن ومخبر وحرامي برضه فكرة الراوي حاضرة، وحاضرة في رسائل البحر. فكرة الشخص اللي بيروي لك الحكاية وبيروي لك تفاصيلها من خلف الأحداث يعني. فهو كتاب مهم. وعلاء خالد ليه مقالات عن داود عبد السيد على موقع المنصة، وليه لقاء مع داود عبد السيد موجود على اليوتيوب. لقاء مهم جدا. وهو في الكتاب بتاعه برضه ليه لقاء مع داود عبد السيد، وليه لقاء مع الاثنين اللي رافقوا رحلة داود عبد السيد، اللي هم أنسي أبو سيف ورجح الداوود. راجح داوود. بالظبط. كلمنا أكتر عن رسائل البحر. هو شخصية يحيى، يعني أنت عارف أنت الثلاثية بتاعت يحيى، اللي هو أنت في عندك 3 يحيى عملهم داود عبد السيد. بالظبط اه. الثلاثية دي. فبرضه بكلمك عن حتة إنه أنا حاسس مثلا إنه يوسف اللي هو بطل فيلم أحسن سيد مرزوق ربما ليه علاقة بيوسف في اللي في فيلم فيلم الكيت كات، اللي التكات. هو ابن الشيخ حسني. مم. يعني في نوع من التشابه بين الشخصيتين. آه، يعني عندك مثلا سليمان الصايغ في الكيت كات، حسيت ان في تشابه برضو بينه وبين سليمان الحكيم في بحث عن سيد مرزوق. فحاسس ان في حاجات بتودي على بعضها في الاخر. شخصية نرجس في أرض الأحلام هي نفسها شخصية يوسف في بحث عن سيد مرزوق. أنا حاسس إن هي نفس الشخصية. وسيد مرزوق شخص نفسه هو رؤوف حبشي في أرض الأحلام، مع بعض الاختلافات في الشخصية نفسها. لكن الدور اللي بيقوم مم. بيه هم نفس الدور في الاثنين. الشخص اللي بياخد يعني الشخص العجائبي اللي بيقود شخص تاني عايش حياة رتيبة، بيقوده من العالم الرتيب بتاعه
لحياة أخرى وعوالم لم يكتشفها بعد هذا الشخص. فهو أنا كان نفسي أذاكر دود عبد السيد أكتر، لأنه يعني محضر عنه مقالات كتيرة والكتب والحاجات دي، ما لحقتش أذاكر كل ده. بس زي ما بقول لك إنه حاسس إن في عوالم متداخلة، كلها بتخدم على بعض في سينما دود عبد السيد. هو مش مخرج الفيلم اللي هو كل فيلم ليه هدفه، هو في ستايل في كل أفلامه. حتى الفيلم الوحيد اللي هو مش مؤلفه، اللي هو السيناريو بتاعه كتبه هاني فوزي، أرض الأحلام، هو برضه مترابط جدا مع سينما دود عبد السيد، مم. وترابط عجيب، كأن هاني فوزي فعلا يعني جاب جمجمة دود عبد السيد كده وقال له أنا جايب فيلم من جوه دماغك، بشخصياتك، بهمومك الشخصية، بأفكارك، وبقدمه لك. فتحس إنه داود عبد السيد هو اللي كاتب أرض الأحلام، مش هاني فوزي. بالظبط. حتى انا فاكر ان انا لما اتفرجت على ارض الاحلام ما كنتش اعرف ان هو كتابة حد تاني غير داود عبد السيد. بالظبط. فيعني برضو الشيء ده برضو يرجع ذكاء هاني فوزي، مم. إنه يقدر يكتب هاني السيناريو فوزي اللي احنا ما اتكلمناش عنه بالشكل الكافي لما كنا في حلقة أسامة فوزي، يعني عدينا عليه مرور الكرام كده. لا، هاني فوزي يعني ليه الدور الأهم في مسيرته، خاصة إن هو أخوه ومنتج أفلام وكده، وهو سيناريست يعني ذكي جدا وجريء في مواضيعه. عندي على الفيس بالمناسبة. سلم لي عليه. أنا بقى نلبس النضارة ونتحدث قليلا عن رسائل البحر. طبعا رسائل البحر هو من أقرب الأفلام بالنسبة لداود عبد السيد، لأن زي ما احنا بنتكلم أو بنعيد ونزيد في كل حلقة إن الأفلام دي أو المخرجين دول أو الصناع دول مش بنحبهم بس دلوقتي لما قعدنا نتفرج على أفلامهم أو بنعيد اكتشافها، لا احنا بنحبها من واحنا صغيرين. يعني لو أسامة فوزي أنا بحبه من زمان، من ساعة فيلم بحب السيما لما شفته لما كنت طفل. وكذلك داود عبد السيد فيلم رسائل البحر كان من الأفلام اللي كنت بقعد أتنح قدامها كده وأنا صغير. وكان برضك الأهالي والأهل بتمنعني يعني من الأفلام اللي زي كده. بس كنت مرتبط بشخصية يحيى في الفيلم ده لأن يحيى في تشابه كبير مني، مش بس لأن هو كان وأنا صغير، يمكن لحد دلوقتي أو يمكن لحد قريب أنا كنت بتهته في الكلام زيادة عن اللزوم، فكنت متعلق بيها عشان السبب ده. قد يكون سبب سطحي يعني، بس أهو في تشابه ما بيننا، وفي نفس الوقت هو مش بيتهته كده. يعني مش الموضوع مش مرضي على قد ما هو مش لاقي حد يكون فاهمه بالشكل الكافي. ففي مشهد كده هو من مشاهد الفيلم لما كان بيتكلم مع شخصية نورة في الفيلم، كان بيتكلم طبيعي ما تهتهش خالص. واللي كان بيزود عليه الموضوع قوي ان هو لما بيتوتر، فانا كنت نفس النظام ده. فلما كان مثلا وبالذات لما حد يعلق على التهتها، يعني نورة ما كانتش بتعلق على التهتها خالص من اول مره قابلته فيها ومن اول مره سمعت كلامه. ما ضحكتش على الطريقه اللي بيتكلم بيها ولا استغربت، كان يمكن استغربت بشكل مش فج، بشكل مش واضح. مش زي صلاح عبد الله لما هو بدأ يتكلم وقال له آه، مش فاكر كان بيقول له مثلا 10 سنين ولا حاجه، فقعد يقول كده، راح قال له انا لسه هستناك 10 سنين علشان تقول لي 10 سنين حاجه زي كده يعني. فكان التشابه ده اللي كان مخليني مرتبط اكتر بشخصيه يحيى. ولما نيجي بقى نتكلم عن الفيلم، تلاحظ ان في الدقايق الاولى الازازه اللي فيها الرساله دي وقعت في ايد صياد، راجل بسيط بسيط جدا يعني. خاف من شكل الازازه واستعاذ بالله من الشيطان وراح ايه رماها في الميه، اللي هي نفس الازازه دي آه وقعت في ايد يحيى في المشهد بعدها بكام مشهد، يعني لما بدأ ان هو يسيب الطب، لما ساب الطب وقعد فترة طويلة مع اهله. بعد ما اهله توفوا راح يدور على نفسه بقى في الرحلة بتاعته. والرحلة دي زي برضك اللي هي في البحث عن سيد مرزوق، اللي هي رحلة الشخص اللي بيكتشف فيها نفسه. وفي أرض الخوف كذلك. أنت معايا يا اسطى؟ رحلة اكتشاف الذات من أول وجديد، معاك اه. والتيمة دي أصلا أنا بحبها في أفلام كتير جدا
فكرة الرحلة اللي بيكتشف فيها البطل ذاته. وبحس ان السينما دي هي اكتر. موجودة تقريبا في كل أفلام عبد السيد. بالظبط. موجودة في افلام كتير، يعني زي خرج ولم يعد مثلا. انا بحب الرحلة بتاعته قوي. ومن ضمن الافلام دي برضك فيلم مهمش كده لعادل امام اسمه ليلة شتاء دافئة، كان نفس النظام ده. اه فنرجع تاني للفيلم. الصياد اللي هو بيلاقي الازازة دي وبيرميها، بيكون لابس كاب ازرق، حتة حنيكة مني كده. المشهد اللي بعده على طول بتلاقي ايه، اخو يحيى قاعد على مكتب ولابس بدلة وبيتكلم مع يحيى، فانت تحس ان اخوه، ان ده مش اخوه، ان ده هو مثلا في شركة او هو ده مديره في الشغل ولا حاجة. بس لما يبدأ الحوار ما بينهم بتعرف ان هم اخوات. بيتكلموا عن فكرة ان هو خلاص، ما اهلك خلاص ما بقوش موجودين، فانت هتعمل ايه بقى في حياتك؟ ما ترجع تفتح عيادة تاني او بتاع. بيقترح له يعني كده، زي اي اخ في الدنيا لما بيقترح على اخوه. ف مهم. بيبين لك يعني ان هو مسافر وبتاع، وبياخد ايه مراته وعياله وبيسافروا. فمن شخصية اخوه، من البدلة اللي لابسها في البيت قبل ما يكون مسافر، ومسافر كمان بالبدلة، فبيبين لك قد ايه هو شخص رسمي جدا، فاهمني؟ زي ما كنا بنتكلم كده على منير رسمي. منير رسمي وبتلاقي فالاشخاص الرسميين دول اللي هم بحس ان هم ما بيفكروش في الحياة ممكن تمشي ازاي، او ما بيفكروش في الوجود او الحياة ذات نفسها، على قد ما هم بيفكروا احنا هنكسب كام، هنعيش ازاي، او مش هنعيش ازاي، احنا هنتقدم ازاي، فاهمني؟ هنكون احسن في الماديات ازاي. زي اه بالظبط الصياد البسيط اللي لقى الرسالة، اللي ما فكرش ممكن يكون ايه الرسالة دي او الازازة دي فيها ايه، ورماها في المية. فبحس في تشابه كده، لدرجة ان عيال اخوه اللي هو لما ركب العربية وكانوا ماشيين، كانوا لابسين كابات زرقاء نفس الكاب الازرق اللي الصياد ده كان لابسه. معرفش، دي حتة ممكن اكون اتحنيكت زيادة عن اللزوم فيها، بس انا حاسس ان هو يقصد ده. ولا انت معايا ولا ايه؟ معاك، خدت بالك بس من مش النقطة دي؟ عارف يعني ممكن. ما اعرفش، انا حسيت ان اللي لا هو أول قصده كده. مرة يعني أنا ممكن أرجع أشوفها وأتأكد امم منها برضه. انا قاعد بكتب، كنت قاعد بتفرج على الفيلم وانا قاعد بكتب نقط نقط، فاهمني؟ فدي اول نقطة انا اه اخدت بالي منها. النقطة الثانية، شخصية يحيى بيبان عليه من اول مشاهد ليه مع جارته اللي هي الإيطالية. لما بيكون قاعد بيتكلم معاه وهي بتكلمه عن ذكريات زمان، وان هو كان ما بيحبش حد يغصبه على حاجة، وكان دايما ما بيحبش حد يغصبه على الهدوم بالذات، لدرجة ان هو كان بيروح لها عريان عشان خايف ان هو امه تحميه. ف وكمان بتكلموا عن صاحب العمارة في اول لقاء ليهم، اول مرة بيروح لها يعني وبيقعد معاهم. كلمته عن صاحب العمارة اللي هو الحاج هاشم اللي عايز يشتري العمارة، او هو صاحب اه العمارة بس عايز يشتري الشقق بتاعته كلها منهم. هما ايجار قديم، صح؟ ما عليه. فكان عايز ياخد يعني اه الشقق كلها علشان خاطر يهدها ويبني ايه برج بدلها. والعمارة بيبان ان هي عمارة اثرية، عمارة نظيفة يعني، فاهمني؟ عمارة قديمة، لا تقدر بثمن. فنفس فكرة الجشع على المباني القديمة، زي اللي ظهرت مثلا في مسلسلات الثمانينات، زي الراية البيضاء وكذلك. وفي مسلسل اه أهو ده اللي صار برضك نفس النظام. فكرة الشخص الرأسمالي اللي هو عايز يهد البيت ده، ومش مهتم بجمالياته ولا بالتحفة المعمارية اللي قدامه، بس عشان خاطر عايز يبني أرابيسك بداله حاجة تجيب له فلوس أكتر، أو وطز في الفن أرابيسك. وطز في الجمال، أو أرابيسك بالظبط. اه فبيكون يحيى لما هي بتكلمه عن الحاج هاشم، ما بيبقاش عارف مين هو الملك بتاع العمارة ولا الملك اللي قبله، فاهمني؟ والشخصيات اللي هي زي يحيى دي، واللي انا اشبه لهم برضك، اللي هو ما بيهتموش اللي ماسك، مين المتحكم، فاهمني؟ ما بيهتموش بالرسميات دي قوي. وتفسير ده ليه لما يحيى يعني بيفسر ليه هو ليه مش عارف ملك العمارة، ان هو اتولد في مرحلة انتقالية، في تغيير اجتماعي، في من ناحية زمان
او عبق التاريخ زي ما بيقولوا، والتحديثات او المجتمع الحديث المعاصر اللي احنا فيه. فهو ما بين البنين كده، هو ان هو عايش ما بين ده وده، فاهمني. وكان انسب مكان تتصور فيه الفكره دي او الملحمه دي هي اسكندريه. اسكندريه هي هجين ما بين الفن القديم، سواء في كان في طبعا مسارح كبيره في اسكندريه، او المباني المعماريه. ايه المباني المعماريه دي او التحف المعماريه اللي في الاسكندريه. ف- انت فاهمني صح؟ لا معاك يا اسطى. بس يعني فده اللي اقدر اللي اقدر اقوله يعني عن فيلم رسائل البحر. والفيلم بينتهي وانت ما تعرفش الرساله فيها ايه، او هو ما يعرفش الرساله فيها ايه. بس تفسيري زي نفس تفسير رامي الفيلم ارض الخوف، ان هو يعيش الحياه زي ما هي. يعني مهما حاولت عمرك ما هتقدر تغير كل ده، فاهمني. يعني وعمرك ما مفيش حد هتفهمها. يقدر وعمرك ما هتفهمه بالظبط. اه. يعني عمرك ما فاللي هتفهم هو رسائل البحر ايه اللي بعدها رسالة لك. رسالة مهمة برضو، اخرج عن قيودك. مم. نفس الكلام ده كان في فيلم مواطن ومخبر وحرامي برضك. الفيلم بينتهي وما بيفسرلكش اي حاجه. هو انت هتعيش في نفس التخبط ده، فاهمني. مفيش اجابه، مفيش اجوبه هتقدر تتحصل عليها، هتتحسر عليها بس. هو الحاجة الوحيدة اللي احنا متحصلين عليها ان داود عبد السيد معتزل عن اه السينما والله يعني. انا متحسر على الموضوع ده قوي. وهو يعني كمخرج مش هنقول معقد، بس انت كل فيلم بتبص له وبتلاقي ان الفيلم ده يعني تحفة فنية في ذاته. فبيبقى صعب قوي ان انت تتكلم عن افلامه كلها، وخاصة ان الكلام عنه كتير والتفسيرات في افلامه كتيرة وكده. وهو واحد من اهم المخرجين، مش هقول في السينما المصرية، اهم المخرجين في العالم. يعني هو فعلا قدم سينما أصلية جدا بتاعته هو، وما فيش زيها، وبتناقش قضايا فعلا يعني. مصريه جدا. اه يعني داود عبد السيد يعني سينما خارجة عن المألوف في السينما بتاعتنا. في نفس الوقت داخل في كل التابوهات شمال، فاهمني. دين، جنس، هو مش داخل سياسه، شمال على كله. فكرة بشكل صدامي. يعني هو في نقطة تحسب لداود عبد السيد، ان هو مش بيخش بشكل صدامي. هو راجل السينما بتاعته إنسانية جدا، وشخصياته يعني بيهتم قوي برسم كل شخصية. إن شاء الله لو هيجيب لك 20 شخصية في الفيلم، هتلاقي كل شخصية مرسومة فعلا آه، بروح بروح هذه الشخصية، روح هتفضل عالقة في ذهنك. أبسط شخصية في أقل فيلم، ومفيش فيلم قليل يعني، بس كمثال يعني في أفلام داود عبد السيد، هي شخصية مميزة وعالقة في الذهن، وكل واحدة فيهم أنت هتفضل فاكرها وعالقة في ذهنك، إن هو راسمها وكل كويس جدا. واحده ليها فلسفه خاصه. يعني كنت سمعت في حلقه كريم الجندي ده ان هو كان بيتكلم عن فكره ان كل شخصيه في سينما داوود عبد السيد هي ليها فلسفتها هي، فاهمني. اللي تحس ان بالظبط. ان الكلام ده يطلع من الشخص ده، عكس يوسف شاهين مثلا اللي هو ما تحسش ان الراجل ده يطلع منه الكلام ده. يعني الشيخ حسني مثلا وكلامه عن العجز او ان هو مش عايز يعترف ان هو غير غير ايه. هو رافض للعجز وعايز يعيش الحياة بكل جموحها. اه. وشخصيه شعبان عبد الرحيم برضك في فيلم مواطن ومخبر وحرام، هو الكلام ده هتلاقي يطلع الشخصية دي دايما الشخصية اللي بتمثل اللي هو الجموح في الحياة ما هي موجودة برضو. ما هي اسمه ايه يوسف او رؤوف حبشي في أرض الأحلام. هو برضو الشخص الجامح في الحياة ده، اللي هو عايش الحياة كده ببساطة وجموح. اه. سيد مرزوق برضو مثل هذه الشخصية اللي عايشة الحياة، بتحب الحياة بكل تفاصيلها. هو شخصيته إنسانية، وهو مش شخص صدامي. يعني هو حتى ما بيتكلم عن البحث عن سيد مرزوق، بيقول إن هو غلطته في الفيلم ده إن هو مغرق في الرمزية، و... ومش بيخاطب الجمهور اللي هو المفروض إن هو بيخاطبه.
اللي هو بيقدم سينما ما هياش تجارية، ولكن سينما بتخاطب الجمهور اللي مش هتقول عادي يعني، بس هو عايز الناس كلها تشوف السينما بتاعته. هي سينما آه، عظيمة جدا فنيا، لكنها برضو ما هياش معقدة أو صعبة الفهم، إن هي قادرة على الوصول لعدد كبير جدا أو طيف واسع من الجماهير. في نقطة كده هون برضك عايزين نتكلم عنها. ظهرت برضك في فيلم أرض الأحلام شخصية فاروق حبشي، اللي أنت لسه اسمه فاروق حبشي. رؤوف حبشي. رؤوف حبشي، رؤوف حبشي. إن هو شخص بيسكر دايما. تفسيرك إيه لموضوع السكر ده لشخصية رؤوف حبشي؟ هو السكر نوع من اللي هو خروج عن الحد بتاع آه، اللي هو السكر بيغيبك عن العقل، او اللي هو اليقظه الذهنيه، عشان تخش في عوالم بقى من الجموح الشخصي، يعني اللي هو بيخرجك عن قيود الوعي نفسها. مم. هو مش عايز هو يوعى. برضو مش عايز هو يوعى. روح الحياه بشكل عام، اللي هو انت لو وعيت هتقول لا دي غلط ودي صح ودي عيب ودي حرام، لكن في حاله اللاوعي انت بتعيش حياتك بكل الجموح، فما انت مش عايز توصل للنقطه بتاعت اللي هو اعمل ولا ما اعملش. مش عايز توصل لنقطه حتى انك تفكر هتعمل ولا ما تعملش، تعملها بكل عفويه اللي انت بتعمله. هو تفسير يحيى في فيلم رسائل البحر لأول مرة شرب فيها إن حالة السكر دي بتشيل الحواجز اللي ما بين الناس. وده حقيقي جدا، لأن الإنسان أصبح في العصر اللي إحنا فيه ده بيبني حوالين نفسه كمية حواجز ما بينه وما بين كل اللي حواليه. تحس كده إن هو بيبني الحواجز دي علشان يحمي نفسه. وده بيؤدي إن في هو أشخاص تانية الانسان بتتلخبط زي يحيى كده بالظبط، فبيضطر إن هو ينعزل عن الناس، إن هو مش فاهمهم ولا هم فاهمينه. هو انت في من مشاكل العصر ان انت مضطر ان انت تعبر عن ذاتك بما تريد ان تعبر عنه، بمعنى ان انت عايز تقدم الصورة اللي الناس هتفضل واخدة الانطباع ده عنك لفترة طويلة جدا، فبتحاول انت تزين شخصيتك اللي هو لا اكذب ولكني اتجمل. انت مم. مجبر ان انت تقدم ذاتك للناس بشكل يعتمد على المظهر اكتر، فبتلاقي دي دايما حاجة فكرة معقدة ولا النصايح اللي إيه؟ هو البس كذا واعمل كذا و... وامشي على الموضة دي واتكلم بالطريقة دي. مم. مم. حاجة تانية في سينما داوود عبد السيد، هو وضحها برضك بشكل كويس جدا. تحس ان هو بيكمل دور او كلام أسامة فوزي، رغم ان هو دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. ان رحلة البحث عن النفس او محاولات التغيير ما بتبقاش رحلة هينة خالص، ومش كل الناس هتقدر تاخدها. يعني عندك يحيى مثلا في اول مرة شرب فيها ووقف تحت الشباك يسمع المزيكا اللي هو بيحبها. آه، اول ما سكر فضل يسقف وكان عايز يطلع ايه يحيي الشخص اللي بيعزف على البيانو ده. فمبدئيا دي اول مره يشرب فيها، دي اول مره بعد وصوله لاسكندريه يعني بيتقبض عليه وبيدخل الاسم. زي عبد الرازق كده هو في فيلم عصافير النيل، او فرحان ملازم ادم في فيلم فرحان ملازم ادم. كان اول وصولهم من القاهره اتحبسوا هما الاثنين، كانوا اول يوم قضوه في القاهره قضوه في الاسم. او مش اول يوم بس في الايام الاولى يعني. فاهمني؟ بالظبط. وده برضك اللي بتشوف في فيلم جنة الشياطين، ان طبل او منير رسمي ما رحلته ما كانتش هينة يعني في اكتشاف نفسه او اكتشاف الحياة اللي هو مختارها بنفسه. يعني اتضرب واتخانق وسنانه اتكسرت. فاهمني؟ النقطة دي برضك اه كان عمر أبو مجد بيتكلم عنها في فيلم جنة الشياطين لما كان بيحلله يعني. فاهمك فاهمني؟ فاهمك معاك اه. مم. هو الكلام عندك عن كلام داوود عبد السيد يطول يعني عموماً. واي كلام عن داوود عبد السيد بيربطك بحاجات اكتر. فاهمني؟ وبيدخلك يعني في متاهات وأعماق أنت ما مش قادر تستوعبها ولا قادر تفهمها، يعني أنت قاعد هي بتتكلم مش كلام كتير معقدة قوي يعني عنه. بالشكل الكبير. هي هي مش معقدة معقدة، جميلة، لكن معقدة
اللي هو بتوسع من تفكيرك اكتر. هي ربما الوضوح الذي يعني الذي يجعلك كده ملتبسا كده. انت عندك نقط تاني عن داوود عبد السيد؟ احنا عمالين نقول داوود عبد السيد، واحنا قلنا ان احنا هنغيرها داود نخليها عبد داوود عبد السيد. السيد. اه. عبد السيد. اصل السيد دي آه، صعبة، طب ما هي صعبة على السيد النطق. يعني كنطق اسهل من السيد، انت كده بتشد اليه لا فتخرج احنا اسرع اتعودنا من على دي، اللسان يعني. احنا اتعودنا حتى على ممكن النطق تقول ده. يعني ممكن تقول عبسيد على طول. عبسيد. عبسيد. تعرفش تقول عبسيد. عبسيد؟ كان في كرتون زمان اردني كان اسمه عدنان وعبسي، عارفه؟ اه، عدنان ولينا. عدنان ولينا، اه كان في عبسي برضك صاحب كان في عدنان. عبسي، اه. ده هو اصلا متاخد عن رواية صاحب الظل الطويل. يا راجل. اه، رواية جميلة جدا. مم. والانمي جميل هو برضه. داوود عبد السيد بيقتبس من الادب غير إمام فيلم السيد الكتاب. في كل أعماله أكيد متأثر يعني. هو اكيد هو اقتبس متاثر في الأدب. بالادب وده باين قوي. مقتبس لحد دلوقتي أنت بتتكلم عن روايتين اقتبسهم، أو رواية وقصة قصيرة اللي هو ملك الحزين وسارق الفرح. ملك الحزين اللي هي كيت كات. ومواطن ومخبر وحرامي، تحس ان هو واخد الفلسفه العبثيه دي بتاعه الفلاسفه كلهم وعاملها في الفيلم ده. يعني الفيلم ده تقدر سينما تقول ان هو دار فيلم السيد عبثي، هي بس عبثي بشكل فلسفة يعني. وحش. هو مش واخد فلسفة، ده هو فلسفة في حد ذاتها، هو بيخدم الفلسفة. بالظبط، هو ما احنا بنقول ان هو فيلسوف السينما المصريه. يعني هو شخص، هو فيلسوف فعلا بس. يعني في مفهوم كده اللي هو في حاجة اسمها الفيلموسوفي، اللي هو الفيلم اللي بياخد من الفلسفة والفلسفة بتاخد منه، وبتعتمد اه. على أفكاره في طرح مواضيعه كده. مم. علشان كده هو فأنت ايه يعني فيلسوف بتتكلم السينما مثلا المصرية. عن مفهوم الذنب أو مفهوم الهوية أو الحاجات دي، برضه هو بيتكلم عنها داود عبد السيد وبيطرحها. مم. حاجه تانية، فيلم قدرات غير عاديه. الفيلم ده انت شفته زمان ولا شفته دلوقتي؟ شفته لا، من زمان، من 5 6 سنين كده. انا شفته مره زمان على شفته التلفزيون. على يعني اه استنى لما الحمار ده يعدي. يا نهار اسود، ما كان عدى يا عدت حمار. كل العربيات اللي في الشارع بتصفر معاه. من الخضة. كمل يا ابني. من الخض. انت اللي كمل يعني. اه كنت بقول لك على فيلم قدرات غير عاديه شفته زمان على التلفزيون. ولما كنت فاكر كنت بكلمك عن فيلم لوسي او فيلم ليميتلس، ان انا عايز اشوف افلام بتتكلم عن قدره العقل البشري. لو قدر ان هو يوصل يا عم لا، يا لقوته. عم، يا عم لا، يا انا عم. عارف ان ما انت ما قلت لي ده تقارنش. كلام مش علمي. ايه. ما تقارنش يعني. ده دود عبد السيد يعني حاجات اللي انا هي عارف انا عارف انا بقول الخرافية لك، انا دي ساعتها في اتريق الفتره دي. عليها. ماشي، انا في الفتره دي بقول لك اتفرجت على قدرات غير عاديه المره الاولى من اوله لاخره. يعني انا كنت شفته زمان، كنت شفت حتت منه. فلما كنت بتفرج على الافلام اللي بقول لك ان هي بتتكلم عن العقل البشري، فالفيلم كان اسمه شديدني قوي، قدرات غير عاديه. وكنت كان مرتبط معايا بفويس اوفر خالد ابو النجا، وهو بيقول ايه طبعا سأبحث طبعا، عن في نقطة القدرات غير مهمة. العاديه. انت اه. شايف ان فيلم لوسي ليه علاقة بالفيلم، لان لوسي عملت سرقة الفرح. انت بتقول ايه يا عم؟ ده انت جبتها من Lucy in the الشارع sky الحرفية. with diamonds. يا عم انا بتكلم في حاجه تانية. يا عم انا فاتفرجت بتكلم ساعتها عن على البيتلز. اتفرجت على ساعتها على فيلم قدرات غير عاديه، وحبيته بطريقه فظيعه يعني. وقلت وايه ايه اللي ده خلاها غير معقول. عادية بقى؟ قدرات غير عاديه بقى. انا عايز اتحنك عليك، بس المشكله ان انا ما كتبتش حاجه عنه. لا، انا عندي سؤال، ايه اللي خلاها غير عادية؟ انت بتبص عندك الابطال بتوع قدرات غير عاديه، هو ناس غير مرحب بيهم في المجتمع عامه. يعني شخص بيحب شخص بيعمل سينما مستقله اللي هو المخرج،
اللي هو كان عارف انت حمزاوي اللي هو بتاع قناة الميلودي؟ الميلودي ده هناك عند الست والدتك. كان هنا بيت محترم. كان مخرج فيلم سينما مستقلة، عارف انت الشغل ده. ومنشي الديني اللي هو محمود الجندي، والراجل اللي هو بتاع الأوبرا ده اللي هو بتاع أنا وطني بنشد وبطنطن. و حسن كامل. اه شخصيات بعيدة عن بعض قوي، في نفس الوقت عايشين في بنسيون واحد ومتناغمين مع بعض، بيختلفوا، بيقعدوا يهزروا مع بعض ويقعد اسمه ده انا محمود شفت اللي الجندي يقعد بيشبه يشتم. فيلم قدرات غير عادية ان هو متأثر برواية ميرامار بتاعت نجيب محفوظ. فكرة مم. البنسيون اللي في اسكندرية، فاهم؟ اللي فيه برضو كذا شخصية من المجتمع دي يعني. يعني في تلميحة كده ان هو في تأثير ما من هذه الرواية على الفيلم ده. ممكن مش بعيدة يعني. اه، فالقدرات غير العادية إن خاصة انت الأشخاص بتتكلم دي عن بنسيون في تتناغم اسكندرية وتقبل برضو. بعضها. م? اه، كمل كمل. بقول لك هي دي القدرات غير العادية، إن الأشخاص دي يعني يتحدوا، يتفقوا مع بعض، مش يتحدوا، يتفقوا مع بعض ويكونوا متواجدين في كل في مكان واحد، وده متقبل أفكار ده، وده متقبل أفكار ده، وده متقبل ده يا زي ما هو. سكان البنسيون اتحدوا. إيه؟ بس هي دي اللي أنا شعار شايفها الأمومية قدرات غير عادية. البنسيونية. بالنسبة للوقت اللي إحنا بنعيشه دلوقتي مفيش حد بيتقبل غيره، وكل واحد عايش، كل يغني على ليلاه، وأنا على ليلي أشخر. والليل يا ليلى يا يعاتر. ليلى وسعوا الدايرة. تصدق انا حاسس ان بحث عن سيد مرزوق فيها لمحة من كافكا. كيف؟ فيها لمحة من كابوسية كافكا كده، اللي هو الشخص اللي في مرة واحدة بيتورط في جريمة في ليلة كده، وبيبقى مطارد اللمحة الكابوسية دي. هو الفيلم يعني الكفكائية. يبان كافكاوي قوي. في فيلم قصير في تجربة داود عبد السيد، ده المتاح يعني. في كمان فيلم حاولت دورت عليه كتير يا معتز ما لقيتوش، اللي هو عن الناس والأنبياء والفنانين. لكن المتاح واللي شفناه اللي هو وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم. وهو كان ده يعني فيلم رسالة. تسجيلي ولا فيلم وثائقي؟ لا، هو ما تقدرش تقول تسجيلي. ليه؟ لأن أنت بتتكلم عن يعني راوي. وهنا بقى يعني اللعب إن هو جايب لك راوي قاعد يكلمك إنه الفلاحين مش لازم يتعلموا، إن التعليم ضرر وغلط، وإن الناس دي كده هيبطلوا في شغل الفلاحة. فاللي هو بيوصل لك رسالة بشكل معكوس. اللي هو انت تقول ايه يا عم، ايه ده يا عم؟ اللي هو اللي ما فهمش النكتة بمعنى اصح، اللي هو عايز يقول لك انه الشخص الاقطاعي أو عايز دايما يكون بيسيطر على الفلاح تحت ايده. فهو التعليم بالنسبة له هو خطر بيهدده، بيهدد اي سلطة ديكتاتورية او سلطة بنسميها طفيلية بتقتات على عرق هؤلاء العمال يعني بمعنى اصح. مم. والفيلم رسالة حب وإهداء لطه حسين وكتابه مستقبل الثقافة في مصر. وأهمية يعني بقى يعني طه حسين وفكرة التعليم وتوفير التعليم، إن في ناس فعلا مش قادرة توفر التعليم لعيالها، ورغم كده آه، التعليم هو وسيلة للتنوير للمجتمعات الفقيرة والخروج من حالة الجهل أو حالة الإيمان بالخرافات والكلام ده. فهو طول ما الإنسان غير متعلم هو عرضة للخرافات وعرضة للاستغلال وعرضة إنه يفضل دايما يتعب في الحياة بدون أي جدوى، لأن في شخص طفيلي بيقتات من وراء هذا الشخص يعني. دي رسالة الفيلم. ده وهو من الفيلم الحاجات الأولاني؟ اللطيفة. آه. يا اسطى ده إيه أنت الجمدان ده؟ عندك يعني دود عبد أول السيد فيلم ليه خالص؟ اشتغل. الفيلم حاجة يعني حاجة جميلة جدا يعني. مم. فهو أول حاجة بيعملها هو رسالة حب للتعليم وللثقافة ولدور طه حسين في الثقافة وكده.
هو اشتغل مساعد مخرج في 3 أفلام بس، و3 أفلام يعني من الأفلام برضه المهمة جدًا في السينما المصرية، ومنهم فيلمين أصلًا منسيين يعني ما بيتشافوش ولا حد بيتكلم عنهم، اللي هو ساعد مخرج في الأرض مع يوسف شاهين، مم. وفيلم أوهام الحب، وفيلم الرجل الذي فقد ظِلُّه. الفيلمين دول من الأفلام برضه اللي هو منسيين رغم أهميتهم وما حدش بيتكلم عنهم وبيجيب سيرتهم، لكن هم فيلمين من الحاجات المهمة جدًا. مم. في نوعية أفلام كده تقدُّمية حداثية ورغم ذلك هي منسية ولا يتم ذكرها بشكل أو إعطاء حقها فعلًا، منها فيلم زي أوهام الحب، يمكن زائر الفجر بدأ الناس تعرفه أو تتكلم عنه، عندك فيلم اسمه الطلاقي، وفي فيلم اسمه الحاجز، آآ في تجارب كده فردية يعني ظهرت ولم يتم الحديث عنها يعني. نتمنى إن إحنا نتكلم عن الأفلام دي في وقتٍ ما ونحطها تحت تصنيف واحد ونتكلم عنها في حلقة مع بعض. يا ريت والله. أتمنى أكبر عدد من الحلقات والأفكار نجمعها ونبتدي نعملها فعلا. في أصغر عدد جُمل. اه، الحلقة الجاية هتكون عن رضوان الكاشف. ماشي، يعني موضوع الكشف بيبقى سهل، لإنه الصراحة يعني اه، أنا 3 خارج من أفلام بس. الحلقة وحاسس إن أنا مش عارف أدّي داوود عبد السيد حقّه، وهو طبعًا حتى لو مهما اتكلمت أو وصفت مش هاقدر أدّيه حقّه، لإن هو فوق التقييم بتاعنا يعني لما قدّمه من أعمال مخلّدة في السينما بتاعتنا. أكيد طبعًا، إحنا هنا في البودكاست بتاعنا بنناقش بس الأعمال اللي أثّرت علينا ورؤيتنا ليها كانت عاملة إزاي، وفي نفس الوقت يعني هي محاولة هي رسالة لإعادة حُب، اكتشاف ورسالة حُب للراجل العظيم هي مش هنقول إعادة اكتشاف، وإنما رسالة حُب يا ابني للناس اللي إعادة اتكلمنا اكتشاف عنهم. إحنا اللي بنعيدها، إحنا أنا وأنت ورامي، لكن مش إعادة اكتشاف إن إحنا بقى قاعدين بنحلل بقى إيه، واحد مش معروف فاهمني؟ هي إعادة قراءة للحاجات اللي إحنا بنحبها إعادة قراءة وناخد يعني فرصة مع نمشّيها بعض إن إعادة إحنا قراءة مش إعادة اكتشاف. إن إحنا نراجع الناس دي لإن إحنا حبيناهم واتأثّرنا بيهم. بالضبط. فعايزين شكرًا يا نروح مُعتز على اللقاء، لأ يا ابني وشكرًا. لسه الصفر، استنى ياض، طيب كروتني ياض، أنا ياض وعمّال أقول لك أنا وأنا. المهم اتكلم عن عايزين بقى نتكلم عن جزئية هو ليه بطّل؟ ماشي، يعني هو آآ داوود عبد السيد بُص، يعني هو ناس كتير بتفسّر كل حاجة بيعملها على أوجه كثيرة، إن كانت أفلامه أو حتى آراءه وكده، من ضمنها برضه قرار الاعتزال بتاعه فُسر على كذا جانب يعني من الناس، لكن هو الراجل قالها واضحةً وصريحة إن هو الجمهور بتاعه اللي بيتواصل معاه ما بقاش قادر يتواصل معاه زي الأول، بسبب بسيط جدًا إنه التذكرة بقت مثلًا بتتكلم في 70، 80 جنيه، 100 جنيه في تذكرة السينما، فأنت الواحد عشان ياخد عيلته ويخش السينما محتاج 1000 جنيه مثلًا، فما فيش الجمهور بتاعه اللي هو مفترض بيه يشوف السينما بتاعته دي، هو ما بقاش قادر يشوف السينما دي. إمم. وهو متخصص، هو مُخرج سينمائي، مش عايز يتطرق لحاجات تانية، بالضبط، هو شايف يعني زي أسامة جمهوره ما فوزي بقاش مثلًا. قادر أسامة يتواصل فوزي في معاه زي آخر الأول. أسامة فوزي لآخر مرحلة في حياته كان اتعرض عليه كمية مسلسلات إن هو يعملها، والمسلسلات أنا شايف إن هي أسهل حاجة بتتعمل في مصر عندنا، فما رضيش برضك، حتى لو هو كان يعني كان بس سمعت إن هو كان هيدخل في تجربة كده بس ما وافقش هو. الناس اللي قالت الرقابة مش الرقابة، يعني هي الرقابة على حد قول داوود عبد السيد نفسه إن الرقابة ما كانش ليها ما منعتلوش أفلام أبدًا ولا خاصة إن هو يعني عنده ذكاء في التعامل، وهو عارف كويس أوي إيه اللي الرقابة هتعترض عليه وكده، فهو قادر يفهم الرقابة في الوقت الحالي ماشية إزاي، وعارف إن هو إمتى هتعترض على اللي هو بيكتبه أو لأ، على حسب هو السياسة المتبعاها الرقابة في وقتها. اعترضت مرّة واحدة بس على سيناريو فيلم سارق الفرح، لمّا كان مكتوب إن هو مكتوب كلمة عِشّة، اللي هو عِشّة فلان وعِشّة فلان، فدي قالوا له لأ غيّرها، يبقى أنت كده بتشوه سمعة فشال الكلمة وخلّاها بيت، فهي دي اللي فرقت يعني مع الرقابة ساعتها. هو ما فرقتش في الآخر في الصورة، أنت مش هيقول لك عِشّة والّا في الصورة نفسها، أنت بتشوف اللي بتشوفه بقى وفاهم أنت
بطريقتك. بالظبط. فتقدر تقول هو ليه اختفى عننا هذا الرجل؟ هو ما اختفاش، هو حاضر معانا يعني، وقرار اعتزاله هو إنذار إنه صناعة السينما رايحة في حتّة مش كويسة، وهو راجل ما اعترضش أبدًا برضه على السينما التجارية، وإنما راجل بيقول إن هي سينما مهمة، بس لازم يبقى في توازن يعني بين ال وهي دي الأزمة. الفني والتجاري يعني. بس آه فهي يعني رسالة حُب رضا عبد السيد، أتمنى يعني إن أكون اتكلمت عنه، لكن أنا عارف إنه مهمًا ذاكرنا الراجل ده يعني صعب تُلِم بكل جوانبه، مش لإنه مُعقّد، لكن لإنه إنساني وراجل كل شخصية فعلًا يعني ممكن تعمل عنها حلقة لوحدها، كل شخصية من شخصيات أفلامه. بالظبط. وما اتكلمناش بالشكل الكافي عن فيلم قدرات غير عادية، وهو برضك فيلم هو ختام الرحلة بتاعت يحيى المنقبادي من أول أرض الخوف لحد مرورا برسائل البحر لحد قدرات غير عادية. بس الرحلة دي معمولة بشكل يعني أحسن. إحنا بس ركزنا على الجزء الأولاني أو الرحلة الأولانية من أعمال داوود عبد السيد. بس بالنسبة للكلام عن الثلاثية دي هتلاقوها عند ناس تانيين زي كريم الجندي آه، أو مين تاني. كريم الجندي في مقال هحطه في الديسكريبشن بتاع الحلقة دي، تقدروا تطلعوا عليه برضك وتشوفوا إيه. وفي عشرات المقالات يعني اللي ده بتشرّح غير سينما داوود الكتب، عبد السيد. ده غير الكتب اللي هي اللي أنت اتكلمت عنها، كتاب محمود عبد الشكور أو كتاب أحمد شوقي السيرة السينمائية لداوود عبد والكتاب السيد. الأهم برضه علاء خالد، السينما الهموم والشخصية. بالظبط. والكتاب ده يعني فهو بالذات فعلًا يعني ليه عمق فلسفي في قراءة سينما داوود عبد السيد بمنظور أعمق، هو فعلًا إن هي مش سينما جاية داوود بقى عبد من السيد راجل ناقد سينمائي، وإنما جاية من راجل أديب وشاعر وروائي. مم. هو اتكلم يا رب. فعلًا سينما داوود عبد السيد يعني من الصعب اختزالها في حلقة واحدة، سواء كانت حلقة بودكاست أو حلقة. كل واحد فينا حاول يشرح جزء من رؤيته لفيلم أو فيلمين أو أكتر، بس حاولنا يعني إيه على قد ما نقدر إن إحنا نقدم الرسالة دي، حاولنا إن إحنا نعمل ده بشكل يبان بسيط لكنه رحلة من البحث. كل واحد فينا عملها بطريقته وخدت منه مدة، كل واحد فينا عارف المدة اللي خدتها قد إيه، بس يعني هي رحلة بحث ممكن نقوله قعدت أيام ودخلت في أسبوع وأكتر كمان، ومن قبل كده بكتير. لأن هي أنت مش بتدور على الفيلم، أنت بتدور على الفلسفة نفسها، خاصة بالوجودية أو خاصة بالمعاناة عامة، سواء كانت معاناة مجتمع أو معاناة ذاتية. لو هنتكلم مثلا عن المعاناة الذاتية للأفراد مثلا زي شخصية يحيى، أو في رسائل البحر في أرض الخوف، أو عن المجتمع نفسه في فيلم الصعلوك أو فيلم الكتكات، أو آه، في الذاتية برضه في البحث عن سيد مرزوق. فأيا كان يعني الفيلمين اللي هنتكلم عنه، أو عن المجتمع نفسه وجزء من فساده بيتمثل في مواطن ومخرج وحرامي، فأيا كان يعني فكل ده حاولنا أنا ومعتز وصديقي أسامة إن إحنا إيه نحاول نوصله، ونتمنى إن هو يبقى وصل بجزء من الأجزاء يعني، ولو جزء بسيط أثر في شخص من الأشخاص، ده هيبقى بالنسبة لنا شيء كافي يعني. فدي حاجة تفرحنا، وده الهدف من البودكاست عامة، أو حتى الهدف الشخصي اللي أنا واخده منهج ليا في قناتي الشخصية برضه كدان شرام يعني، إن أنا أعمله برضه. فشكرا يعني لمعتز إن هو بيتاح لينا كل أسبوع الفرصة دي، إن إحنا نتجمع ونعملها كل مرة مع مخرج مختلف يعني. مم. الحلقة الجاية بقى رضوان الكاشف. آه عايزين ندي الراجل ده حقه. أنا شايف بعد ما نخلص كل المخرجين نخش على الطبخ بقى، يعني إحنا المستوى بتاعنا هيقف كده، إحنا هيبقى الداتا اللي معانا لا يا خلصت. عم ما تقلقش، احنا لسه عندنا داتا كتير. عندك هنخش رأفت الميهي لسه. لا ده في مخرجين من العمق الأسفل يعني لسه أصلًا سيُعاد الدرس الحديث الأسود. عنهم. الدرك الأسفل من الجحيم. ولسه شكرًا يا طبعا معتز حلقة على يوسف شاهين. حلقة يوسف اه شاهين. و... وكذلك حلقة يعني إحنا الشين دي اللي هي مش هنقع برضه، يعني مش هنقول اللي هو مثلا إيه، مش هنغلب يعني، حتى لو خلصنا كل المخرجين
السينمائيين في الشرق الأوسط كله عادي، هنخش على الأجانب عادي كده. عندنا آري أستر ممكن نبدأ بيه عادي يعني. عندنا ده مخرجين حبيبي ده. تارانتينو، عندنا ناس كتير يعني. فالبودكاست مستمر معانا، فتقدروا برضه في الكومنتات أي شخص منكم حابب إن احنا نتكلم عن أي مخرج خلال الفترة الحالية، يبقى عربي بس مصري يعني مثلا أو عربي عامة. بعدها لما نخلصه يبقى أي مخرج أجنبي برضه هنسمع الاقتراحات للجميع يعني. مم. وبس ده اللي عندي. بس ده اللي عندنا كلنا. يعني ما عنديش صراحة ختام عن ماشي، داود عبد طب السيد، لأن هو ماشي. يعني نتمنى إن مسيرته أصلا ذات نفسها ما يكونش ختامها في قدرات غير عادية، نتمنى إنها تستمر ولو لا بفيلم للأسف واحد شكلها أخير يعني. لا شكلها هي قدرات غير عادية يعني. أنا أفضل إن هي تبقى دي الختام أفضل من يرجع بفيلم يبقى إيه ليه. احنا خلصنا، انا ما عنديش كلام كتير عن قدرات غير عادية غير ان هو كان نهاية رحلة داود عبد السيد، واتمنى يعني ان هي تستمر، بس قصدي نهاية الرحلة لحد يومنا هذا، ونهاية رحلة يحيى المنقبلي، وفكرة الرحلة بتاعته، 3 أفلام يعني أو الثلاثية دي. بس نلقاكم في الحلقة القادمة من بودكاست شعبولي، ولنا لقاء آخر مع الأصدقاء دان شرامي، له قناته في الديسكريبشن، وأسامة. مش هقول أسامة إيه بقى. يلا يلا تصبحوا سلام، على خير. تصبح على خير. أنا هشوف لي كام فيلم يعني أخش أنتج لغاية الصبح. سلامين وحتة. سلام.